الحكم الرابع أحمد جمعة. أما بغرفة الفار زيد ثامر. أيضا على بركة الله تحية لكم مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. تحية لكم مني معلقكم حسين سمير واصفا لهذه المباراة. إذن بالزي التقليدي نادي أربيل بالألوان الصفراء أمام صاحب الدار نادي كربلاء باللون الأخضر. أيضا كتيبة المدرب عباس عطية بحراسة المرمى زين العابدين نصيف، أحمد الوجيه، محمد أوتارا، صلاح حسن، محمد سعد، وحسن حمزة، مصطفى راضي، كريم بن عريف، عبد الله حسون، وبخط المقدمة مشتاق طالب وعبد القادر طارق. ومن الجهة المقابلة تشكيلة المدرب سمير بابو بحراسة المرمى دلوفان مهدي، هلو فائق، عمر جنكي، هيليو مونتيرو، خالد كوردغلي، هاليسون، مصطفى قابيل، أسامة رشيد، روى يوسف، جيلان لقمان، وفرانك سيدريك. على بركة الله تنطلق صافرة الحكم مهند مناف للإعلان عن بداية أحداث هذه المباراة. الجولة 31 من منافسات دوري نجوم العراق ما بين صاحب الدار كربلاء والضيف القادم نادي أربيل. أيضا الكرة على اليسار تصل إلى رمية جانبية. بالتأكيد الفريقين قادمين من خسارة اليوم، يجب أن يقدمون أفضل ما لديهم، وبالأخص نادي كربلاء يلعب على أرضه، وأيضا لا ننسى بأنه يبحث عن تصحيح المسار. لكن مستخلص الكرة هذه سريعة من اليسار، لكن تعود الكرة على الطرف الأيسر للبحث عن تمريرة عالية، لكنها مرت لاعبين أربيل يريدون اللعب من البداية على الأطراف. واضح النوايا، هنا تدخل، لكن حكم المباراة يشير باستمرارية اللعب أو ماذا؟ نعم بإمكانه أن يتابع، لكن بروح رياضية الكرة تغادر إلى خارج الملعب. أيضا نشاهد بهذه اللحظات سلامة اللاعبين تبقى هي الأهم، نشاهدها بالإعادة، تدخل موجود بهذه اللحظات. أذن حكم المباراة مهند مناف عملية الاطمئنان، وهنا الاستئناف لمتابعة أحداث اللعب. كرة على الجهة اليمنى لمصلحة أربيل، عملية تغيير اللعب، عملية إيجاد المساحات. هذه الكرة العالية لكن مرت وبعد ذلك إلى خارج الملعب. الكاميروني فرانك سيدريك اللي ينتظر الوصول لهدف أول أو هدف ثاني على مستوى الدوري. أيضا تنطلق الصافرة قبل دقيقتين، وهنا المباراة من دون أهداف حتى اللحظة، وعملية التشتيت والإبعاد. بعد ذلك أربيل يحاول السيطرة على الكرة، هذه فرصة خطيرة، لكن الإبعاد لا زالت قائمة لأربيل. تمريرة من الجهة اليمنى، المرور، الله، لكن فقد التوازن والكرة مرت باللقطة الماضية. هذه كانت فرصة ولا زالت قائمة، لكنها مرت إلى خارج الملعب. الوصول الأول مصطفى قابيل، الوصول الأول والمحاولة الأولى كانت قريبة باللقطة الماضية. أمامك بالصورة المدرب عباس عطية مدرب نادي كربلاء، ليظهر اليوم بعد الفوز على زاخم بنتيجة 1-0، تعرض للخسارة من النجف ب3 مقابل هدفين، وأيضا خسر من دهوك ب2 مقابل هدف، وتعادل مع القاسم 3-3. على التنفيذ الكرة ملعوبة لكربلاء. مباراة تتكلم عن المباريات هكذا جولات حساسة، يبحث كل الفرق أن يقدمون أفضل المستويات. وها هنا الانطلاقة، هذه محاولة، هذه لكربلاء من الجهة اليمنى، إيجاد المساحة، إيجاد الحلول. العرضية وين؟ يا ساتر على المرور الجميل، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. مرت، كان يبحث عن عرضية عبد الله حسون هداف الفريق برصيد 6 أهداف حتى هذه المباراة، يبحث عن الدخول، يبحث عن العرضية، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. أيضا ضربة ركنية أولى لمصلحة كربلاء. على التنفيذ بانتظار الصافرة المغربي كريم بن عريف، هو على التنفيذ. كريم من الجهة اليمنى على التنفيذ داخل منطقة الجزاء، لكن كانت الكرة ضعيفة وعملية التشتيت كانت حاضرة من الخط الدفاعي لنادي أربيل. تعود الكرة الآن للخط الدفاعي، إيجاد المساحات وإيجاد الحلول.
عملية الاستلام بصورة جميلة، التحرك من غير كرة لكن فقد التوازن، دوران مع الكرة، يبحث عن المساندة، بعد ذلك العودة بتمريرة جميلة، كان اللي يستلمها مشتاق طالب. تعود الكرة الآن لكربلاء، يريدون السيطرة والهيمنة أصحاب الدار رغم أن الجماهير غائبة بهذه المباراة، والتسديدة لكنها اعتلت ومرت إلى خارج الملعب لحارس المرمى دلوفان مهدي. دلوفان مهدي سبق هو أن مثل نادي الطلبة، تكلم عن الحارس دلوفان مهدي، وأيضا مثل نادي كربلاء. دقيقة الخامسة من شوط المباراة الأول، القادمين من شمال العراق، القلعة الصفراء أربيل، وأمام كربلاء المركز ما قبل الأخير. يريد اليوم عباس عطية الابتعاد بأي طريقة كانت عن المراكز الهبوط للبحث عن انتصار. شاهدنا النتائج الجيدة اللي قدمها أيضا بهذه الفترة نادي ديالى اللي ابتعد نوعا ما عن المراكز الأخيرة، لكن لا زال هنالك مباريات، لا زال هنالك جولات من أجل التعويض. هذه كرة من أسامة رشيد، عودة للخط الدفاعي، تمريرة من اليسار، عملية البحث عن كرات عالية. هذا فرانك لكن الحارس زين العابدين نصيف مواليد 2004، انطلاقته كانت مع نادي الحدود، حارس مرمى منتخب الناشئين مع المدرب عماد محمد. هذه الكرة اللي استلمها الحارس زين العابدين نصيف. 5 مباريات برصيده كلين شيت، ايضا تصدى لركله جزاء في ديربي الفرات امام النجف اللي سددها محمد قاسم. هي ارقام حارس مرمى كربلاء. هذا كرة من حارس المرمى زين العابدين الصيف، عملية ارسال الكرة بمنتصف الملعب. اهداف شاهدناها باخر جولتين، هنا مرور جميل، لكن اليوم ديالى والنجف انتهت بنتيجة سلبية من دون اهداف. طلبة انتصر على الكرخ برباعية مقابل هدف عندما تقدم الكرخ بهدف اول بالمباراة، لكن الطلبة عادوا. الان ننتظر هذه المباراة، هذه التمريرة الجميلة على الجهة اليمنى، البحث عن مساحة، وصلت المساحة، الكرة طويلة لكن مرت إلى خارج الملعب. تسديدة كانت أو تمريرة عفوا كانت بعيدة، مرت إلى خارج الملعب بالكرة الماضية. وعبد الله حسون هو من يحرك الجهة اليمنى بكل مباريات كربلاء، وهذه المرة تنفذ الكرة بصورة سريعة، عملية الإرسال من كريم بن عريف المغربي، وهنا عملية البحث عن الوصول والمرور، الدربكة الدفاعية. الحكم مهند منافي يقول لك العب. هذه الكرة لأربيل من الطرف الأيسر، انطلاقة لكن المدافع هو الأقرب، وتعود إلى زين العابدين. تمريرة سريعة، هنا الأخطاء ممنوعة، خطفها. هذه انطلاقة فرانك سيدريك الكاميروني، تمريرة لا زالت من الطرف الأيمن فرانك، والتحضير لأسامة رشيد. عملية نقل الكرة، البحث عن مساحة، البحث عن العرضية العالية، الكرة لكن الأقرب الخط الدفاعي. استلام ممتاز وانطلاقة من محمد سعد، عملية قطع الكرة بصورة ممتازة، مرور ولا أروع. هذه لأربيل لكنها تمر إلى خارج الملعب. ضغط عالي يمارس لاعبين نادي أربيل، هكذا هي خيارات المدرب سمير بابو، لكن كربلاء يلعبون على الأطراف بالأخص الجهة اليمنى. هذا أمامك بالصورة المغربي كريم بن عريف، أيضا لعب لنادي النجف على التنفيذ. زين العابدين نصيف، حارسين مستوى ممتاز، لكن من يتلقى هدف اليوم، من يحافظ على نظافة شباكه، أشياء لازلنا لم نتعرف عليها، لازلنا بأول 9 دقائق من شوط المباراة الأول. هذه الهجمة لأربيل، تمريرة من اليسار، انطلاقة نحو الأمام، هذه لأربيل، مرور، تسديدة من بعد، لكن تسديدة مرت أو دخلت. ماذا؟ نعم دخلت، كنا نعتقد بأنها خارج الملعب، ولكن أي تصويبة قوية يا جيلان. الله، كرة باغتت الكل، اعتقدنا بأنها خارج الملعب، لكن شوفها بالإعادة، يقول لك بالإعادة إفادة، هوب علقها من أجمل أهداف دورينا هذا الموسم. الله على تسديدة قوية جميلة
لا تصد ولا ترد، باغتة الحارس زين العابدين نصيف، وبذلك جيلان لقمان يسجل أول أهداف المباراة. أي تسديدة قوية قوية قوية، وهدف أول جميل بالمباراة فعلها وسجلها جيلان. أيضا الهدف الأول بالدقيقة 10 من شوط المباراة الأول. كربلاء يتلقى الهدف الأول، أربيل بهدف جيلان. كرة قوية كانت صراحة، حتى أنا شخصيا لم أشاهدها مدى قوتها. وهذه الكرة اللي تعود بمنتصف الملعب. كربلاء الآن بعدما كان يبحث عن الوصول، ولا زال يبحث، ولا زال يحاول، ولا زال يجتهد، ولا زال، لكن هنا الحارس دلوفان مهدي هو من ينقذ ويمسك هذه الكرة. نوعا ما هذا الهدف أعطاهم ثقة لنادي أربيل، هدف مبكر بالدقيقة 10، وهذا ما يعطيهم ثقة عالية من أجل أن يقدمون المزيد. لكن لا زال الحديث بقية، لا زال هنالك أشياء كثيرة سنتعرف عليها بالدقائق المقبلة. أيضا جولة 31 لا زالت مستمرة بمتعتها بإثارتها. دوري نجوم العراق ممتع وجميل وأهدافه جميلة، وهذا ما شاهدناه اليوم بهدف جيلان لقمان. بانتظار ماذا يؤكد حكم المباراة مهند مناف. حديث مع دلوفان، وعلى التنفيذ الآن، على التنفيذ دلوفان يلعب كرة سريعة تصل وتتجاوز المنتصف. فرانك سيدريك كان يبحث عن الاستلام، لكن كرة بالإبعاد والتشتيت بهذه اللقطة. فرانك يقاتل على الكرة، لكن تشتيت الخطر لا زال. هنا التحضير، اليوم غياب على دكة البدلاء أيضا قائد أربيل شيركو كريم. وها هنا التمريرة السريعة، تبادل الكرات. أسامة رشيد تمريرة، لكن عملية قراءة الأفكار كانت موجودة باللقطة الماضية. تعود لكربلاء، تحضير سريع على اليمين، انطلاقة نحو الأمام، إيجاد الحلول، إيجاد المساحات. عبد الله حسون، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. هذا أمامك بالصورة اللي سجل الهدف الجميل جيلان لقمان، والكرة تصل لمصلحة كربلاء. عملية تغيير اللعب، عملية السيطرة والبحث عن هدف تعديل النتيجة بعدما سجل نادي أربيل بالدقيقة 10 عن طريق اللاعب جيلان لقمان. هذه كرة سريعة واستلام، تحضير ممتاز. عبد القادر الملقب عبودي، هذه لمسة وابعادها بصورة جميلة بالكرة الماضية. هذه قيادة مشروع مرتدة لأربيل. أربيل مندفعين يريدون الهدف الثاني. هذا جيلان لقمان يزيد بالسرعة. جيلان يبحث عن مساندة، تمريرة ذكية، لكن الخط الدفاعي موجود. صلاح حسن، تمريرة لحسن حمزة. الاستلام الآن كريم بن عريف، عملية تغيير اللعب، لكن أسامة رشيد يتركها إلى زميله من الجهة اليمنى. انطلاقة والسرعة الحاضرة بهذه اللقطة. هلو فائق قائد الفريق هو من يحمل شارة القيادة. الكرة تعود، أربيل يحاول السيطرة والاستحواذ. لم نصل للربع ساعة الأولى، لكن مباراة فيها أشياء جميلة. شاهدنا الهجمات، شاهدنا الهدف المميز والرائع بتسديدة قوية من جيلان لقمان. هذا هدف الثالث لمستوى هذا الموسم. وهذه كرة لأربيل من الجهة اليسرى، التحضير، لكن اصطدت. أربيل يبحث، أربيل يعود، والكرة لكنها تصل. مشروع المرتدة لكربلاء، انطلاقة بمنتصف الملعب، زيادة السرعة طلبها عبد القادر، لكن الكرة تعود للخط الدفاعي. عملية تشتيت الخطر حاضرة بهذه اللحظة. لا يريدون تلقي هدف، هكذا ما يمنون النفس به لاعبين نادي أربيل، لكن المباراة فيها الكثير والكثير. ولا زال هنا المدربين، تكلم عن المدربين في حيرة من أمر. تكلمنا عن سمير بابو مدرب نادي أربيل تقدم بالنتيجة. عباس عطية يريد من هنالك العودة لتعديل النتيجة على تنفيذ الرمية الجانبية بهذه اللحظات. كرة تصل وعلى الجهة اليسرى. أربيل بدأ هو اللي يعتمد على الأطراف عكس ما شاهدناه بالبداية. وها هنا الكرة بمنتصف الملعب لكربلاء. تمريرة جميلة، لكن الأقرب الخط الدفاعي باللقطة الماضية البرازيلي هاليسون. تمريرة سريعة تصل بالمنتصف. أربيل
بكل هجمات أربيل يشكلون خطورة، بكل هجمات أربيل يشكلون خطورة. كرة تصل سريعة الآن من الجهة اليمنى بالواحد على واحد، البحث عن المرور، عن السرعة، عن التحضير، لكن الكرة مرت على مصطفى قابيل. هذه الكرة اللي مرت أمامك بالصورة قائد نادي كربلاء محمد أوتارا من بوركينا فاسو، هنا لاعب يشكو من إصابة. سلامات، تاريخ كبير بالنسبة للفريقين نادي أربيل وكربلاء. شاهد بالإعادة هنا الدخول، لكن حكم المباراة قريب مهند مناف هو من يمتلك القرار النهائي، لكن سلامة بالسلامة لمصطفى قابيل اللي على ما يبدو يشكو من إصابة. نشاهد بالإعادة هنا محمد أوتارا أيضا مثل نادي النفط في فترة من الفترات. قائد الفريق هلوم فائق، ربع ساعة أولى من شوط المباراة الأول، على ما يبدو بإمكان المتابعة. مصطفى قابيل الكرة من الجهة اليمنى، 1-0 لأربيل. كربلاء يبحثون عن التعديل، أربيل يطمحون للثاني من أجل الاطمئنان. هذه هي الأسئلة الكثيرة الذي تدور بالأذهان والإجابة عند اللاعبين. هذه كرة لكربلاء بعدما وصلت من كريم بن عريف، عملية تغيير اللعب، تصل من الجهة اليسرى، تحضير لكريم المغربي، يلعب كرة سريعة والرأسية بعد ذلك على الجهة اليسرى. تعود كريم بن عريف، يتركها تغادر إلى خارج الملعب، رمية جانبية وتنفذ بصورة سريعة بهذه اللحظات. كريم أكثر اللاعبين تحركا بمنتصف الملعب بالنسبة لنادي كربلاء، لكن الحكم مهند مناف يطالب بإعادة تنفيذ رمية جانبية على ما يبدو. حديث الآن، رمية جانبية. هلو فائق، هلو قائد نادي أربيل، وتنفذ الكرة من الجهة اليمنى، الاستلام من فرانك سيدريك، وبعد ذلك تعود الكرة غادرت، نعم تجاوزت الخط بكامل محيطها وبعد ذلك إلى خارج الملعب. أمامك بالصورة كاميروني فرانك سيدريك، هذه اللقطة اللي اعتبرها حكم المباراة مهند مناف أن تتحول الرمية الجانبية لمصلحة نادي أربيل. هذه كرة سريعة تصل على الجهة اليسرى، فكرتها ممتازة لكنها تعود الآن سوء الاستلام، لم يستلمها كما يريد مصطفى قابيل، وتصل الكرة سريعة الآن لكربلاء. مباراة لا يوجد فيها شعار التوقف، استمرارية، هجمات حاضرة. هذه كرة سريعة والرأسية والإبعاد، رأسية وإبعاد بصورة سريعة. هذه كرة عالية، شوف يعتمدون على الكرات العالية للبحث عن الوصول بأي مرتدة من أجل استغلال المساحات. مندفعين لاعبين كربلاء ويريد أربيل استغلال هذه الاندفاعات. كرة تعود، اصطدت بهذا التوقيت بعد ذلك أسامة رشيد، هذا اللي تكلمنا عنه. تعود الكرة على اليسار، أسامة رشيد، وعملية التحضير. هذه تمريرة أولى وثانية، الوان تو جميل، انطلاقة من اليسار. هذا جيلان لقمان، جيلان يلعب كرة لكنها اصطدت وعادت بهذا التوقيت. تصل على اليسار أسامة رشيد، أسامة خذوا هات، جيلان لقمان وأسامة رشيد يختار العودة للخط الدفاعي بهذه اللحظات. تمريرة بعد ذلك بمنتصف الملعب، عملية تغيير اللعب. هاليسون البرازيلي لأسامة، أسامة على اليسار، يريدون السيطرة على الكرة. أربيل الاستحواذ بمنتصف الملعب، روى يوسف يتركها إلى جيلان لكن مقطوع الكرة. ومشروع المرتدة ممكن هدف التعادل لكربلاء تصل سريعا لكربلاء داخل منطقة الجزاء. هذا التحضير، هذا التعادل، تسديده، لكن يا كريم بن عريف كنت قريبا من هدف التعادل، لكن اختار أن يبحث عن المهارة بعد ذلك يسدد. شوفها بالإعادة، تمريرات، تبادل تمريرات، يا سلام على المرور الجميل، صراحة فكرتها جميلة لكن تأخر بالتسديد. هنا عملية قطع الكرة اللي طالب من خلالها نادي أربيل بالمخالفة لمصلحة اللاعب جيلان لقمان المستلقي على أرضية الملعب أمامك بالشاشة عزيزي المشاهد. جيلان لقمان اللي سجل هدف المباراة الوحيد حتى هذه اللحظة،
يملك برصيده 3 أهداف. شوفوا بالإعادة، شوف المرور الجميل والتسديدة القوية اللي باغتت حارس المرمى زين العابدين من مسافة بعيدة. يا ساتر على هذه تسديدها الجميلة. وهدف أول كان بالدقيقة 10 من شوط المباراة الأول. كما ذكرنا لكم هذا هدف الثالث هذا الموسم بعدما سجل على النفط وعلى الكهرباء، واليوم يسجل بمرمى كربلاء. سلامات لجيلان لقمان اللي يشكو من إصابة باللقطة الماضية وبانتظار استئناف اللعب. لوفان مهدي جهات توقف المباراة الآن. تكلم عن نادي أربيل اللي يملك برصيده 4 ألقاب دوري عراقي 2006 2007 2008 3 دوريات على التوالي. 2006 كانت مع المدرب أكرم سلمان، 2007 مع ثائر أحمد، كذلك 2008 مع ثائر أحمد، و2011 مع سوري نزار محروس. الكرة تصل من اليسار 3 مرات على التوالي، واللقب الرابع كان في 2011 نادي أربيل. والكرة تصل لأسامة رشيد اللي يعود لاستلام الكرة وتبادلها على الجهة اليسرى للسيطرة والبحث عن هدف ثاني. حق مشروع، تبحث عن الأهداف. هذه التمريرة الذكية لكن على ما يبدو بعيدة مرت إلى خارج الملعب. سلامات. هنالك الكرة كانت بعيدة باللقطة الماضية ومرت إلى خارج الملعب لتصل لحارس المرمى زين العابدين الصيف. دقيقة 21 من شوط المباراة الأول. هدف مقابل لا شيء لمصلحة ضيف القادمين من شمالنا الحبيب نادي أربيل. هنا الكرة الأنظار تتجه لجيلان لقمان اللي سجل الهدف الوحيد بالمباراة بصورة جميلة. هذه الكرة تعود لكربلاء، تمريرة مرة أخرى من اليسار، انطلاقة نحو الأمام. السرعة الموجودة مشتاق طالب، وهنا عمليات قطع الكرة لا زالت قائمة. محاولة لكربلاء، فرصة للتعديل، فرصة للتعادل لكربلاء، لكن مقطوع الكرة. تمريرة سريعة من اليسار غادرت بعيدة مرت هذه التمريرة إلى خارج الملعب. عبد القادر الطارق اللي يملك برصيده 4 أهداف. إذن عباس عطية يشاهد ما يحصل داخل المستطيل الأخضر. إذن هذا هو عبد الله حسون أهداف الفريق 6 أهداف، سجل هدفين بمرمى أدهوك والنجف وكذلك نفط ميسان. تصل الكرة الآن بالجهة اليسرى، البحث عن زميل بهذه اللحظات، تعود لمصلحة كربلاء. صلاح حسن عملية تغيير اللعب لمحمد سعد من الجهة اليمنى. نشاهد هنا بالجهة السفلى من اليمين لشاشة اللقاء التدخل اللي كان موجود، لكن حكم المباراة كان قريب مهند مناف، حكم الدرجة الأولى مواليد 1990، كان حكما أيضا لمباراة القاسم والكرخ اللي انتهت بنتيجة هدف مقابل هدف. هذه الكرة لمصلحة كربلاء، عملية تبادل الكرات ممتازة لمصلحة العميد الكربلائي، لكن بهذه اللحظات يحتاجون إلى إيجاد الحلول بالخطوط الهجومية من أجل إضافة هدف التعادل، لأنهم متأخرين فارق هدف. هكذا هي كرة القدم، تتأخر تبحث عن التعادل. هذه لمسة تبادل للكرات مع المدافعين. هذا صلاح حسن على التنفيذ، تصل الكرة من اليسار طريق القائد محمد أوتارا، بعد ذلك على اليسار الانطلاقة، التمريرة الجميلة الذكية، لكن الحارس سدلوفان فكرة جميلة وممتازة. أحمد الوجيه اليمني بالرقم 55 مع نادي كربلاء. كرة تعود الآن على الجهة اليمنى، البحث عن المساحات. شوف أسامة رشيد هو من يتحكم برتم المنتصف بالنسبة لنادي أربيل. الكرة تعود الآن على الجهة اليسرى، الكرات الطويلة اللي لا زال يعتمد عليها نادي أربيل، هل تأتي بثمارها؟ نشاهد الآن كرة تصل من الجهة اليمنى للبحث عن المساحة، التحضير بالمنتصف، عودة للخط الدفاع، القائد محمد أوتارا، تمريرة من الجهة اليسرى، إيجاد المساحات. أحمد الوجيه يختار العودة لمحمد أوتارا. صلاح حسن
يلعب له كرة سريعة من الجهة اليمنى الآن محمد سعد، تمريرة تصل لكن أربيل والضغط العالي على حامل الكرة تصل لأسامة رشيد بمنتصف الملعب، بعد ذلك تعود للخط الدفاعي، هذا هو هاليسون البرازيلي، تصل مرة أخرى، يتبادلون الكرات، يريدون السيطرة على أجواء اللقاء، هم متقدمين بفارق هدف، لكن كربلاء لن يهدؤون أبدا، سيحاولون بكل الطرق من أجل إضافة هدف التعادل، أو ممكن يسجل أربيل هدف ثاني، أشياء كل شيء متوقع بهذه المباراة، طالما هنالك المساحات موجودة، طالما هنالك البحث عن الأطراف، وهذا ما شاهدناه ب 25 دقيقة من شوط المباراة الأول. هذه الكرة العالية كما ذكرنا لكم، أربيل يعتمد على الكرات العالية، تصل الكرة من الجهة اليمنى العرضية، لكن مرة أخرى القائد هلو فاق، هلو يرسل سريعة لأسامة رشيد، عملية تبادل الكرات، وها هنا العودة عن طريق هيليو مونتيرو كذلك البرازيلي، ومرة أخرى لأسامة رشيد، أسامة تحضير على الجهة اليمنى، هلو فاق يلعبها سريعة، لكن زين العابدين هو الأقرب بهذه اللحظات، هو الأقرب، تصل لزين العابدين، تمريرات، دقائق لازلنا في 25 أو 26 دقيقة من شوط المباراة الأول، والشوط الأول لا زال فيه الكثير من الممكن أن نشاهد أهداف كما شاهدنا بالعشر دقائق الأولى لمصلحة أربيل. الآن الكرة تصل لمصلحة صلاح حسن، عملية تغيير اللعب، الاستلام لعبد الله حسون ليبحث عن مساندة، تعود الآن لمحمد أوتارا، محمد أوتارا بوركينا فاسو يرسل الكرة، بعد ذلك شوف لاعبين نادي أربيل متراجعين، يعتمدون على أخطاء المنافس، يعتمدون على أي خطأ يرتكب لاعبين كربلاء للبحث عن انطلاق بالمرتدة، وهنا الكرة تعود، تمريرة سريعة، بعد ذلك الدخول، بعد ذلك المرور الجميل، البحث عن المساحة من اليسار، انطلاقة نحو الأمام لأحمد الوجيه اليمني، للمغربي كريم بن عريف، تبادل الكرات لكربلاء، دوران مع الكرة ممتاز بصورة رائعة، لكنها تعود الآن، تعود حسن حمزة اللي يغير هنا تسديدة من بعيد، من مسافة بعيدة، يجرب حظه عبد الله حسون، هي هذه كراته، هو متخصص بالتسديد من مسافات بعيدة، شوفها بالإعادة، هنا الكرة من بعيد، جميلة جميلة، نفس اللقطة سجل هدف جميل على نادي النجف، كذلك سجل على دهوك، هذا الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، لوفان مهدي طالب لاعبين بالتركيز بصورة أكبر، إذن ضربة ركنية للعميد الكربلائي على التنفيذ، ضربة ركنية لكربلاء، هل ممكن هدف التعادل؟ ملعوبة سريعة، لكن التشتيت موجود، خط الدفاعي ممتاز اليوم بالنسبة لأربيل، الكرة تغادر إلى رمية جانبية، كريم بن عريف هو على التنفيذ، يتركها لزميله، إذن الانطلاقة لأحمد الوجيه، هو اللي ينفذ، أحمد الوجيه اليمني يرسل كرة سريعة لكربلاء من الجهة اليسرى، انطلاقة لكن مقطوع الكرة بهذه اللحظات، شوف يلعب على المرتدات أربيل، هذا فرانك سيدريك، عملية تغيير اللعب من اليسار، كان بإمكانه أن يمرر ويتقدم نحو الأمام، لكن هذه الكرة تعود الآن لأسامة رشيد، البحث عن هلو، لكن يقف على كرة أسامة، مدرب كربلاء عباس عطية يلعب بتكتيك واضح، سيطر، يريد السيطرة على منتصف الملعب، 5 لاعبين منتشرين بوسط الملعب، هذه الكرة تعود لأسامة رشيد، لاعب منتخبنا الوطني، لاعب الارتكاز اللي اعتمدوا عليه كثير، بالاخص المدرب خيسوس كاساس بالفترة الأخيرة، مدرب العراق السابق، وهنا الكرة تعود لكربلاء، تمريرة لكن اصطدت، غيرت مسارها بعدما اصطدت بالمهاجم عبد القادر طارق، هذه كرة تبادل التمريرات، أسامة رشيد تعود مرة أخرى، هلو فائق، تحضير للخط الدفاعي، عمر جنكي يتركها لروا يوسف، يبحث من ذلك التمرير على الجهة اليمنى، لكن بعد ذلك العودة، تبادل الكرات، جلال لقمان عملية تغيير المراكز بعدما كان من الطرف الأيسر أصبح على الجهة اليمنى، هذه كرة ملعوبة من اليسار، لكن الأقرب لاعبين كربلاء، وعلى ما أعتقد محمد سعد، وها هنا الكرة تغادر إلى خارج الملعب،
رمية جانبية لأربيل. ده القلعة الصفراء اللي سجلوا هدف بالدقيقة العاشرة لا زالوا يطمحون، وهذه الكرة تعود الآن من اليسار. كلا الفريقين قادمين من خسارة، وذكرنا لكم أربيل من الشرطة بهدفين مقابل لا شيء، وكربلاء أمام دهوك بهدفين مقابل هدف. أيضا متابعة لأحداث اللعب، دقيقة 30 نصف ساعة مرت من شوط المباراة الأول، هدف واحد باللقاء. أربيل الضيف على صاحب الأرض كربلاء، هدف واحد مقابل لا شيء. الكرة تعود، سلامات سلامات، ومعها بطاقة صفراء على قائد نادي كربلاء محمد أوتارا بعد التدخل على الكاميروني فرانك سيدريك. سلامات يا فرانك. نشاهد بالإعادة، الحكم أيضا مهند مناف كان قريب، نعم بقرار حكم اللقاء هي مخالفة وبطاقة صفراء على مدافع وقائد نادي كربلاء محمد أوتارا. اللي أمامك بالصورة محمد أوتارا تلقى البطاقة الصفراء الأولى بهذه المباراة. نادي كربلاء أهم إنجازاته بطل دوري الدرجة الأولى بالمسمى القديم بعام 2002، وأيضا وصل إلى دور الثمانية في كأس العراق بالموسم الماضي، كان بالمركز 16 برصيد 37 نقطة. أيضا أسامة رشيد على التنفيذ. أسامة رشيد ربع ساعة متبقي على نهاية شوط المباراة الأول، ولا زال التقدم لمصلحة نادي أربيل. أسامة رشيد يلعب كرة سريعة داخل منطقة الجزاء رأسيا، لكن اعتلت وإلى خارج الملعب. هيليو مونتيرو البرازيلي اللي حاول أن يسجل هدف ثاني لمصلحة أربيل. هيليو مونتيرو سجل هدفين هذا الموسم، هدف بمرمى أدهوك وهدف بمرمى زاخو. شاهد بالإعادة، هذا هيليو مونتيرو، لكن كرة تمرت وإلى خارج أرضية الملعب. زين العابدين على التنفيذ، ملعوبة الكرة بصورة سريعة من الجهة اليسرى، عملية التدخل وطول القامة هو من يمتلك الكلمة الأكبر باللقطة الماضية. صراعات البدنية، صراعات النفسية، كرة القدم بها هذه الفترة تحتاج إلى عامل نفسي مهم، وهنا المرور الجميل، التلاعب ولا أروع، السرعة الموجودة للبحث عن المساحة، انطلاقا نحو الأمام. المساندة وين؟ مصطفى راضي اللي مر بصورة جميلة، لكن هذه الكرة تعود، وهنا عملية قطع الكرة، لكن حكم المباراة مهند مناف أيضا يخرج بالبطاقة الصفراء. بطاقة صفراء ومخالفة هذه المرة لكربلاء، مخالفة من مكان نوعا ما قريب على منطقة الجزاء. شاهد بالإعادة، حكم المباراة قريب بهذه اللقطة، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء لمصلحة أربيل بعدما تعرض بطاقة صفراء من هنالك لاعب نادي كربلاء محمد أوتارا. الآن رواء يوسف أيضا يتلقى البطاقة الصفراء. مخالفة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة كربلاء. من سينفذ هذه الكرة؟ كريم بن عريف أو عبد الله حسون، في انتظار صافرة مهند مناف لاستئناف اللعب. كريم بن عريف على ما يبدو المغربي هو على تنفيذ هذه الضربة الحرة المباشرة. هل من الممكن أن يفعلها كربلاء من هذا المكان؟ هل يفعلها العميد الكربلائي من هذا المكان؟ تركيز عالي من المغربي كريم بن عريف، وكذلك من الحارس دلوفان مهدي. هل من الممكن أن يفعلها كربلاء؟ في انتظار الصافرة والمتابعة، وكريم بن عريف للعميد الكربلائي على التنفيذ. كريم بن عريف يتقدم، يتركها تسديده، لكن اصطدت الكرة الماضية، وها هنا اللمسة لكنها مرت وعادت. هيئ الكرة لعبد الله حسون، وها هنا السرعة، اللعب على الأطراف، إيجاد المساحات، الظهير الأيمن بالنسبة لنادي أربيل. رأت الكرة على مصطفى قابيل، تكلم على هلو فائق، أيضا عملية تغيير المراكز. أمامك بالصورة حسن حمزة بالرقم 6 لاعب نادي كربلاء. تعود الكرة من محمد
أوتارا، بعد ذلك لصلاح حسن. محمد سعد، الاستلام الآن من الجهة اليمنى، عبد الله حسون. الحلول الغابت بالنسبة لنادي كربلاء، كل ما يمر الوقت تصبح الضغوطات أعلى وأكثر على الفريق المتأخر نادي كربلاء، لأنهم متأخرين بفارق هدف. هذه الكرة الآن تصل من فرانك سيدريك، تعود مرة أخرى لإيجاد المساحات، الحلول. الطرف الأيسر هو الأخطر بالنسبة لأربيل، ومن هذا الطرف وصل الهدف اللي سجله جيلان لقمان. أسامة رشيد، أسامة يقع بالمحظور وخطأ فادح وكرة لكربلاء، لكن اصطدت ولا زالت المحاولة قائمة من اليسار. العرضية وين؟ التمريرة تعود، بعد ذلك التحضير لمصلحة كربلاء، لم يمر عبد الله حسون، تعود الكرة فرانك سيدريك يستلم كرته، اصطدت الكرة، فرانك سيدريك يختار العودة من الجهة اليسرى. بعد ذلك هيليو مونتيرو برازيلي يختار العودة للبرازيلي الآخر هاليسون. تبادل التمريرات، راقصي السامبا في دورينا، حاضرين البرازيليين. وهذه الكرة من الجهة اليمنى إلى هلو فائق من اليمين، هلو يبحث عن المساندة. أسامة رشيد هو اللي لازال، شوف الاستلام، شوف الدوران، شوف التحضير، شوف المرور، لكن لازالت عرضية، لا والإبعاد لا على المرور الجميل، لكن الاستغلال لم يكن حاضرا باللقطة الماضية. 10 دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط المباراة الأول، يا من تشاهدون معنا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. هذه كرة تصل بالكعب بصورة جميلة جميلة لأربيل، ممكن عرضية، مرت الكرة. مباراة مفتوحة على الأطراف، هجمة بهجمة، وصول لأكثر من مرة، محاولات لا زالت حاضرة، لكن الهدف الوحيد اللي سجل بهذه المباراة هو لأربيل عن طريق جيلان لقمان. لا زالت الفرص حاضرة، العميد الكربلائي لا زال يبحث، وهنا المرور لا زال، تمريرة ممتازة عن طريق مصطفى راضي، لكن تعود الكرة على الجهة اليمنى. حسن حمزة، عملية تغيير اللعب على الجهة اليمنى، لا زالت اصطدت، وأسامة رشيد بالإبعاد. أسامة رشيد بإبعاد الكرة الماضية، تعود الخط الدفاعي لمصلحة كربلاء. لن يهدأ المدرب عباس عطية، سيحاول ويبحث عن هدف التعادل. ممتازين لاعبين نادي كربلاء بهذه اللحظات، لكن أربيل واللعب على المرتدات أيضا يقدمون مباراة كبيرة اليوم، لكن لا زال المباراة فيها الكثير والكثير. هذا محمد أوتارا، محمد بالمنتصف للمغربي كريم بن عريف، كريم تمريرة من الجهة اليمنى بصورة جميلة، العرضية وين؟ تمريرة سريعة لكن تعود. مشتاق طالب يحاول ويبحث، هذه كرة اصطدت وعادت، عبد الله حسون، مرتدة لأربيل، انطلاقة وممكن الثاني من اليسار لأربيل، أبناء القلعة الصفراء. كرة لا زالت بالكعب، عرضية، لكن مرت هذه الكرة بهذا التوقيت. وهنا الاستيلاء، الكل لا زال يبحث بأن يقدم أفضل ما يمتلكه. نتكلم على مستوى اللاعبين. هذه كرة من الجهة اليمنى الآن، المرور هل يمر أو ماذا؟ القوة البدنية، لكن سلامات استمرارية اللعب، يجب إخراج الكرة. نعم، روح رياضية عالية رغم أنهم متقدمين وكانت مشروع مرتدة، لكن تبقى كرة القدم دائما ما تعلمنا الأخلاق الرياضية وحب التنافس. نشاهد بالإعادة مشتاق طالب اللي يسقط على أرضية الملعب. سلامات يا مشتاق. كربلاء هذا الموسم لعب 30 مباراة، فاز ب4 مباريات فقط، تعادل 10 مباريات، وخسر 16 مباراة. 4 مباريات فاز من خلالها على زاخو 1-0، نفط البصرة 2-1، الحدود 1-0، والميناء 1-0. أكبر خسارة لكربلاء هذا الموسم كانت من زاخو بخماسية نظيفة، وكذلك من الشرطة برباعية نظيفة. زورات 3-1، أربيل 3-1، ونفط ميسان كذلك بنتيجة 3-1. هذا الكرة على اليسار الآن تعود لأربيل، جيلان لقمان وزميل الآخر، والآن تصل لأسامة.
رشيد اللي يغير اللعب، استلام جميل على مستوى الصدر من هلو فائق. فرانك سيدريك المتراجع من اجل بناء اللعب ومساندة لاعبين خط الوسط. فرانك سيدريك والسرعة من الكاميروني اللي يزيد بالسرعة بخارج القدم جميلة. هلو فائق ثاني لأربيل. أي كرة أهدرت يا فرانك يا الكاميروني، كان قريب من إضافة هدف ثاني لأربيل. شوف بناية الهجمة، هو من بنى الهجمة. فرانك سيدريك مرر بخارج القدم بصورة جميلة. هلو فائق قال له خذ الهدية، لكن فرانك سيدريك رفض هذه الهدية، سدد باليسار والكرة مرت إلى خارج الملعب. فرانك سيدريك منذ انتقاله إلى أربيل سجل هدف واحد فقط بمرمى نادي النفط. أيضا الكرة تعود على اليمين، إيجاد الحلول. من الممكن أن تكون هذه الفرصة هي نقطة انقلاب النتيجة بهذه المباراة، ممكن، لأن الجميع يعلم بعالم كرة القدم اللي يضيع يقبل. فرانك سيدريك كان أمام فرصة ذهبية لتسجيل هدف ثاني لأربيل. هذه الكرة تعود الآن بهذه اللحظات بمنتصف الملعب، تبادل الكرات لمحمد أوتارا، محمد لكريم بن عريف، كريم اللي يزيد بالسرعة، كريم اللي يبحث عن مساندة لكن يختار العودة لصلاح حسن. صلاح حسن عملية إيجاد الحلول. شوف من المفارقات بهذه المباراة القوة بالنسبة لي أربيل من الطرف الأيسر، من الجهة اليسرى هذه اللي تصل من خلال هذه الكرة، والطرف الأقوى كذلك نفس الجهة هي الجهة اليمنى لنادي كربلاء عبد الله حسون. إذن هذه الكرة من اليسار لكن مستخلصة تصل سريعا انطلاقا نحو الأمام. جاد المساحات لكريم بن عريف بمنتصف الملعب، 5 دقائق أو 4 على نهاية شوط المباراة الأول. أربيل يتقدم على كربلاء باستاد كربلاء الدولي. كرة من اليسار الآن تصل لأحمد الوجيه، أحمد الوجيه اللي يبحث من خلال هذه الكرة أن يصل. أحمد الوجيه تأخرت يا أحمد، هذه تمريرة، هذه محاولة لكن صافرة ومخالفة على اليمني أحمد الوجيه. حكم المباراة مهند مناف يتدخل ويشاهد ويعطي مخالفة الآن. شاهد بالإعادة هذا تدخل على مصطفى قابيل من اللاعب أحمد الوجيه. نعم مخالفة. شوف ملعب كربلاء الدولي ملعب جميل ورائع، لكن اليوم يفتقد لجماهيره، جماهير العميد الكربلائي وكذلك جماهير نادي أربيل. هذه الكرة تعود الآن في الجولات القادمة بإذن الله أن تكون ملاعبنا مليئة بالجماهير، لكن كربلاء معاقب وأربيل معاقب وكذلك نوروز وزاخو. نتمنى أن نشاهد أي أحداث تجعل الأندية تتعرض لعقوبات، أن تكون المدرجات مليئة بفاكهة الملاعب وهم الجماهير. هذه كرة من اليسار لأربيل، ممكن هدف ثاني لأربيل، لكن أوه زين العابدين يلعب بالنار بالكرة الماضية لكنها تعود لمصلحة أربيل من بعيد. هنالك راية على ما يبدو، راية أو غادرت الكرة. ماذا يقول مهند مناف؟ هل غادرت الكرة؟ على ما يبدو هي غادرت. دقيقتين هي المتبقية. شاهد بالإعادة اعتبرها حالة تسلل، طاقم التحكيمي اعتبرها حالة تسلل. مساعد الأول وليد عبد سلطان كذلك قرار نديم. هنا الحارس دلوفان مهدي يترك الكرة تغادر إلى خارج الملعب. وأمامك بالصورة القائد هلو فائق يمتلك برصيده هدف واحد بمرمى النفط. دلوفان مهدي على التنفيذ، دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي. وماذا أو كم سيقدر مهند مناف وقت بدل ضائع. من مباراة الذهاب فاز أربيل على كربلاء بالثلاثية مقابل هدف. اليوم هي تعتبر مباراة رد الثأر بالنسبة لكربلاء المتأخر بفارق هدف حتى هذه اللحظة. من الممكن عباس عطية مدرب كربلاء أن يجد الحلول بالشوط الثاني. هذا فرانك سيدريك الكاميروني، هي كرة سريعة لا زالت لأربيل وممكن هدف ثاني. الله 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 على تبادل التمريرات. شوف الانسجام والتفاهم باللقطة الماضية.
والكرة برت. هذه الفرصة الثانية بخلال 5 دقائق. تمريرة كانت جميلة مصطفى قابيل لرواء يوسف، لكنها تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب. هذا تدخل بالكرة ما قبل الماضية، الإشارة من خلالها حكم المباراة صافرة ومخالفة على اليمني أحمد الوجيه. هذه كرة تصل بعد ذلك إلى خارج الملعب. صراحة اليوم أو بشوط المباراة الأول تحديدا فرانك سيدريك اللي أمامك بالصورة قدم شوط أول مميز، لكنه ضاع فرصة كان قريب منها ليسجل ثاني أهداف أربيل. هذه كرة تنفذ بهذا التوقيت انطلاقا من اليسار، محاولة للبحث عن ثاني أهداف المباراة بالنسبة لأربيل. مصطفى قابيل يختار العودة. هذه العرضية عالية وزين العابدين، زين العابدين الصيف يمسك الكرة ويتصدى للكرة وتعود من اليسار. هذا التحضير، وهنا تبادل التمريرات. محمد أوتارا مع الوجيه. محمد أوتارا يرسل كرة سريعة وعالية من اليسار الآن. بعد ذلك الصافرة موجودة وأيضا بطاقة، هذه المرة على عمر جنكي. عمر جنكي تلقى البطاقة الصفراء بهذه اللحظات. دقيقتين وقت بدل ضائع، 120 ثانية على نهاية شوط المباراة الأول. لحد هذه اللحظة بتقدم نادي أربيل. شوف الإعادة، مهند مناف كان قريب جدا من الحالة واعطى البطاقة الصفراء لعمر جنكي. هذه كرة تنفذ بعد ذلك الأقرب من هنالك هاليسون البرازيلي، تلك قوة جسمانية مميزة تساعده بأن يكون مدافعا شرسا. والكرة الآن تصل للحارس دلوفان مهدي. هذا أمامك بالصورة محمد أوتارا مدافع وقائد نادي كربلاء. أيضا الدقيقة الأخيرة لنهاية شوط المباراة الأول، دلوفان مهدي على التنفيذ. هدف مقابل لا شيء حتى اللحظة لمصلحة أربيل. الكرة تنفذ وتعود، لكن السرعة، شوف السرعة هي من تتفوق بالكرة الماضية. هذه ملعوبة سريعة لفرانك سيدريك، هي كرة ممتازة، نقلة من اليسار. أربيل يريد هدف ثاني قبل نهاية شوط المباراة الأول، لكن تمريرة بالكعب كانت خاطئة من مصطفى قابيل. تعود لأسامة، أسامة رشيد، تحضير من اليسار. هذه الكرة بعيدة نوعا ما وغادرت إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. مرت الكرة الماضية خالد كردغلي السوري، وهذه الكرة اللي تعود الآن خارج القدم ممتازة، لكن على ما يبدو بطاقات بالجملة، بطاقات بالجملة. هذه المرة لهيليو مونتيرو البرازيلي يتلقى البطاقة الصفراء. تدخل كان موجود، حكم المباراة كان قريب، والبطاقة الصفراء الرابعة بالمباراة هذه المرة من نصيب هيليو مونتيرو مدافع أربيل البرازيلي، تلقى البطاقة الصفراء. أيضا آخر لحظات شوط المباراة الأول، وهذه الكرة الملعوبة ممكن العميد يفعلها ويسجل هدف التعادل. هذه كرة لا زالت تمريرة ممتازة جميلة. التعادل 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 قريب. دلوفان مهدي يتصدى لكرة سهلة باللقطة الماضية. كانوا قريبين كربلاء من هدف التعادل، لكن الكرة بأحضان حارس المرمى دلوفان مهدي. أيضا نهاية شوط المباراة الأول. شاهد بالإعادة، هذه آخر فرص شوط المباراة الأول. كانوا قريبين كربلاء بهذه اللحظات من الجهة اليمنى، مرور جميل، العرضية ولا أروع، لكن الرأسية اصطدت بالمدافع، وبعد ذلك الكرة كانت سهلة للحارس دلوفان مهدي. أيضا شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم أربيل بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب جيلان لقمان. لنا عودة بشوط المباراة الثاني، لا تذهبوا بعيدا، نلتقيكم بشوط المباراة الثاني، وماذا سيفعل كربلاء لتعديل النتيجة، وماذا سيقدم أربيل للبحث عن المزيد من الأهداف.
انطلاقه نحو الامام، ايجاد الحلول، كره اصطدت، توغل نحو الامام، تمريره ذكيه جميله لدياله لدياله لدياله، وممكن هدف اول لمدينه البرتقال. الله 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 الله، دياله تضرب اولا وتكسر صمت البدايه من بوابه البرتقال، من بوابه البرتقال والانهار جاء الهدف البرتقالي، يعدل المزاج البرتقالي ويسجل بالدقيقة 70. أوباري الغاني يسجل هدف أول بالدقيقة 70. الله الله الله، أبناء مدينة البرتقال بملعب ميسان الدولي يسجلون هدف. شوف الإعادة، الكرة من الجهة اليمنى العرضية الجميلة والمتابعة والفينش، هو شايفها بالبعيدة من أوباري. يا سلام عليك يا أوباري، يا سلام عليك يا أوباري، يفتتح التسجيل بهذه المباراة. هذا الهدف أول بعدما انتظرنا ل70 دقيقة. هكذا هي كرة قدم، يجب أن تحضر بها الأهداف. نادي دياله سجل أول أهداف اللقاء. محمد سامي إلى ميسوكي حاول، عالية ملعوبة، الكرة خطيرة، جول سعد عبد الأمير، سعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة. تمركز غير سليم وسعد عبد الأمير يسجل أول الأهداف. هدف ولا أروع ولا أجمل برأسية رائعة. سعد عبد الأمير سجل في شباك الميناء ونفط البصرة وأرضي والحدود، ويسجل هدف الخامس اليوم في شباك النجف. ارتقاء رائع بكرة جميلة ولا أروع من ميسوكي، ارتقاء رائع ورأسية رائعة وهدف رائع أول في ملعب المباراة. شوف ميسوكي من بين المدافعين، يتحملون هذا الهدف المدافعين. شوف ماكنزي وخلفه سعد، من خلف ماكنزي يخطف رأسية جميلة ويحرز أول الأهداف بالدقيقة 10 من عمر المباراة. أول الأهداف عن طريق سعد عبد الأمير بالدقيقة 10. شوف الارتقاء السليم الرائع الجميل، وهدف تقدم أول للقوة الجوية على حساب النجف. عصام تعود حلوة إلى محمد سامي إلى كرة بالقائم، نوى مرة أخرى عصام يكملها إلى داخل القائم. ميسوكي يلعبها ترتد إلى القائم، وعصام صبحي يسجل جول. هدف ثاني، هدف الأمان والاطمئنان بالدقيقة 58 عن طريق عصام صبحي. عصام الصبحي يسجل هدف الخامس بعد أن سجل في شباك أربيل كربلاء. نوروز دياله يسجل من كرة مرتدة من القائم، نفذها ميسوكي، أكملها عصام الصبحي المتمركز سليم أمام فرحة هذا الطفل، هذا المشجع الصغير. والله حسبه يغيب الكبار عن تشجيع الصقور. المفروض مهما كانت النتائج الجمهور. اللاعب رقم 12 كرة ارتدت من القائم، أكملها الصبحي إلى داخل الشباك، وهدف ثاني، هدف أمان واطمئنان لفريق القوة الجوية. 2 القوة الجوية لا شيء النجف، 2 القوة الجوية لا شيء النجف. هل سيثأر الصقور بما آلت إليه نتيجة الذهاب ويحققون الفوز برباعية؟ من يدري. نعود للمواجهات. التقى الفريقان في 57 مواجهة. يحاول ترتد الكرة، ممكن محمد جواد، وهدف ثالث، جول
جول جول جول جول جول جول بالدقيقة 63 يضيف محمد جواد. محمد جواد يضيف الهدف الثالث بالدقيقة 63 من عمر المباراة، ويسجل في شباك فريق السابق النجف هدف التقدم الثالث. وقلت قد يثأر الصقور ويفوزون ويثأرون ويتقدمون برباعية من كرة جميلة مباغتة من محمد قاسم، كادت أن تكون هدف في شباك النجف، ترتد من العارضة إلى كرة يتمكن من استغلالها لاعبو الصقور. شوف 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 المدافع، شوف محمد عصام هياها على طبق من ذهب إلى محمد جواد، تعثر أكبوتشو والكرة تمر على يمين الحارس سرهنج محسن. الآن في نظراته أمام ليث معا. كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، الله! والهدف الأول لنادي كربلاء للعميد ومن كريم بن عريف. هكذا يكرمون الضيوف بهدف أول يسجل من علامة الجزاء. المغربي يفتتح التسجيل لنادي كربلاء. شاهد هنا التقدم، وضع الكرة في الزاوية اليمنى ليعلن عن أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء. يسجل الهدف الأول بالمباراة، أول أهداف اللقاء من علامة الجزاء لنادي كربلاء. كريم بن عريف على التنفيذ. كريم بن عريف تلعب الكرة بالراس، هناك نقلة عدت بتصويبة، مضت، جول 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 ثاني. العميد بكرة مباغتة، نعم، تسجل الهدف الثاني. أوتارا لنادي كربلاء للعميد اليوم وبهدف ثاني يعلنها. هنا الركنية نفذت، وهنا بتصويبة من مصطفى راضي، ارتدت هناك، اصطدت، وأوتارا بهذه الراسية التي أبعدت الكرة. مصطفى راضي بن حسين طالب إلى أوتارا بهذه الكرة بعد ما شاهد الإعادة بن حسين طالب، نعم، وارتدمت الكرة، اصطدت بأوتارا وغيرت مسارها ودخلت المرمى، أضافت الهدف الثاني لنادي كربلاء. هنا اليوم نشاهد سيف رشيد يحاول بتصويب، الله يا سيف رشيد، هذا صاروخ، نعم، بكرة أرضية قوية. سيف رشيد فلا شيء جديد، هنا سيف رشيد، نعم، يسجل ومن مكان بعيد. شاهد هنا التمريرة، هنا التسديدة، هنا الصاروخ، هنا هدف تقليص الفارق من الحارث إلى رشيد، لا شيء جديد يا سيف رشيد. يعلن عن هدفه الثالث عشر هذا الموسم بتسديدة قوية، بصاروخ يقلص من خلاله نتيجة المباراة. فريق لا يستسلم ولن ييأس من أي لحظة، ممكن أن يعودوا ويعدلوا. الله! جاء هدف التعادل، ذكرتها بنفس اللحظات، إذا لم تستثمر هذه الفرص ستندم على تلك الكرات التي أضعتها. وجاء هدف التعادل، جاء هدف التعادل بالدقائق القاتلة المتبقية من أحداث المباراة. يأتي هدف التعادل من البديل حيدر عبد الرحيم. أصبحت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدفين. عند هذا الهدف الثالث بعد أن سجل هو في شباك هوك ونوروز، واليوم يسجل في شباك نادي كربلاء. الله! الحارث حاتم، أي بداية وأي نهاية، أي بداية وأي نهاية. دائما ما يصنع الأهداف، لكن هذه المرة يسجل الحارث حاتم. وريمونتادا لنادي القاسم، ريمونتادا لنادي القاسم، يسجل بهدف ثالث. شاهد النقلة، شاهد الإعادة من الحارث، هناك لحيدر،
كانت هناك عادتنا بهذا المرور، فاجأت الجميع بدخوله وسدد من مكان بعيد. الله 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 من الحارس حاتم خارج القدم بتصويبه من خارج منطقة ال18 تعلن عن الهدف الثالث في المباراة. ريمونتادا بالوقت القاتل لنادي القاسم 3-2. يتكرر سيناريو مباراة كربلاء والنجف، نعم، لتصبح ب3 أهداف مقابل هدفين استطاعوا من خلالها أن يسجلوا الهدف الثالث. هذه كرة أوه، لا شيء مستحيل، لا شيء مستحيل. العميد وهذا الشيء ليس من جديد على نادي كربلاء. نعم، لا يهتز العميد، لا يرتجف، لا يتراجع من العميد. والعودة من جديد، العودة من جديد لكربلاء. العميد بتمريرة هنا عبد الله حسون، شاهد التمريرة، مضت وصلت لحسين طالب وعادت بالتعادل ب10 لاعبين. يعدلون عبد الله، نعم، من حسين طالب. يا عبد الله حسون لحسين طالب. كرة بها الوسط، اوسينو حاول اللعب، سالم تلعب، اندريه من هناك، اندريه محاولة، هدفين لاندريه السناطي، الكرة الله، هدف 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 للسفانة للميناء الكنغولي كيسندا. شوف الظهير الايمن، اول للسفانة، اول للميناء بكرة قوية جدا. تيسيليا كيسندا الظهير الايمن الكنغولي. لاحظ سالم، لكن حلوة بالحكم اللقاء، اعطى الادفانتج هنا اندريه الصناطي. لاحظ التحضير كيسندا بزاوية صعبة، وهدف اول للسفانة، هدف اول للميناء بكرة قوية جدا عن طريق كيسندا المدافع الكنغولي. حلوة المباراة الآن، أول للميناء، أول للسفانة. 85 للشرطة، لم يحضر ربما وقت الحضور. هنا مراد كرة الموسم يا مراد، الله، كرة الموسم، هدف الموسم. إن كنت تريد اللقب فعليك انتزاعه من حامله. لاحظ إبراهيم نسر نيجيريا، وإن حلق فإنه سجل، وإن لم يحلق فإنه صنع إلى مراد. لاحظونا عملية المرور، العبور، التسجيل والحضور. ويا مراد، أنت من أتيت بالمراد يا مراد. الشالجية تشتعل في هذه اللحظات. خدع كام، خدع باسل، خدع الشرطة، ينتظرون التمرير. 19 نقطة. انطلاقة الآن داكوستا خطيرة للحدود، عالية وجول. دينيس أنتوي الغاني من سنغالي من داكوستا. هدف أول، هدف. مرة أخرى مشاهدينا متابعينا، نعود إليكم لاستئناف شوط المباراة الثاني. 45 دقيقة متبقية لمعرفة من سيظفر بالنقاط الثلاث ما بين أربيل وكربلاء. هدف مقابل لا شيء حتى هذه اللحظة بإمضاء اللاعب جلال لقمان لمصلحة نادي أربيل أصحاب الدار. العميد الكربلائي سيبحث بالشوط المباراة الثاني مع مدربه عباس عطية لتصحيح المسار والبحث عن هدف التعادل. أما أربيل اللي كان بإمكانه أن يسجل هدف ثاني بعد فرصتين
على التوالي، واحدة ضاعت من فرانك سيدريك وواحدة من مصطفى قابيل. الآن خيارات شوط المباراة الثاني، ماذا ستكون للمدربين؟ حديث طويل سيكون ما بين الفريقين. هذه كرة ملعوبة بصورة سريعة مرة أخرى تعود لكربلاء، تمريرة عن طريق صلاح حسن، الاستلام بمصطفى منتصف الملعب. هذه كرة سريعة لأربيل، الله أي تصويبة صاروخية هذه ليلتك، هذه ليلتك يا جلال لقمان، وأي هدف جميل جميل جميل. القلعة الصفراء تضيء المصابيح للوصول إلى طريق النور بعيدا عن الظلام. شوف المرور، شوف التصويبة، هوب هوب هوب. هدف ثاني لأربيل، هدف ثاني لأربيل. جلال لقمان شوف وين خلاها، شوف وين خلاها. شوف هو عريس الليلة، هو عريس الليلة. جلال لقمان يسجل هدف جميل جميل بعدما سجل بشوط المباراة الأول بتصويبة قوية، يعاود نفس السيناريو ويسجل ثاني أهداف أربيل بنفس الطريقة وبتصويبة قوية لا تصد ولا ترد. دولفان مهدي والاحتفالية الآن بهدف أربيل الثاني، تشيكينج جول. الآن الذهاب والكلمة الأخيرة لتقنية الفار، تقنية الفيديو هي الفيصل. شوف امامك بالصورة يشاهدون هل هنالك تدخل على لاعب كربلاء. هدف جميل صراحة، لكن كل شيء وارد، من الممكن أن يحتسب أو ممكن يلغى. القرار النهائي لحكم المباراة مهند مناف، سيذهب للفار بنفسه. حكم الأول مهند مناف سيذهب ليشاهد بنفسه، هو من سيقرر. حكم الفار زيد ثامر استدعى مهند مناف. هدف جلال لقمان، هدف جميل صراحة، لكن ماذا حصل، ماذا جرى؟ نشاهد هنا الفار يكشف كل شيء، لكن القرار النهائي لمهند مناف. الكلمة الفاصلة لحكم اللقاء. أربيل يمنون النفس بأن يكون الهدف صحيح، والعميد الكربلائي يريد المخالفة وأن تبقى النتيجة 1-0، لكن بالأخير القرار لمهند مناف. خلينا نشوف بهذه اللحظات إذن ماذا سيقول حكم اللقاء، ماذا سيؤكد بهذه اللحظات. نشاهد بالإعادة هل كان تدخل موجود للاعب أربيل. توضيح بصورة أكبر، الحالة صراحة صعبة. الحكم مهند مناف يختار العودة لأكثر من مرة. هل هنالك دعس على القدم؟ هو بتقديره الخاص مهند مناف حكم درجة الأولى يشاهد ويناظر هل من الممكن أن يكون الهدف صحيح أو مخالفة لكربلاء. ماذا سيقرر؟ ماذا سيقول؟ يتكلم مع غرفة الفار حكم اللقاء مهند مناف. اتخذ قراره، لكن ماذا سيقول؟ ماذا يا مهند مناف؟ هل هي هدف أو مخالفة؟ هل أصبحت النتيجة هدفين مقابل لا شيء؟ الفار ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ مخالفة. مخالفة، ألغي الهدف، ألغي هدف جلال لقمان، وبذلك النتيجة تبقى 1-0. تدخل كان موجود بتقدير الحكم، إذا تعود المباراة إلى هدف مقابل لا شيء. صراحة سجل هدف جميل، لكن الفار تدخل، ومهند مناف قال أن يوجد دعس على القدم اليمنى على مستوى الكاحل. إذا 1-0 وتستأنف المباراة، تستأنف المباراة. شوفها بالإعادة، حكم المباراة قرر بأنها مخالفة، لكن التوغل وعملية سحب الكرة على الجهة اليمنى والتسديدة القوية اللي من خلالها سجل هدف، لكن ألغي لأن هنالك تدخل ومخالفة لمصلحة نادي كربلاء. هذا هدف مقابل لا شيء، تبقى النتيجة. هو نفسه اللاعب جلال لقمان اللي سجل بالدقيقة 10 من شوط المباراة الأول. وها هنا لحظة إعلان عن المخالفة، فرحة من لاعبين كربلاء، وبدورة
بالانتظار. ماذا هناك؟ ماذا حصل؟ تقف المباراة أو استمرارية؟ استئناف اللعب. أيضا الحارس زين العابدين الصيف، زين العابدين على التنفيذ. هذه كرة ملعوبة سريعة بمنتصف الملعب، وبعد ذلك الكرة على الجهة اليمنى تعود لمصلحة أربيل بعدما طالت على اللاعب روى يوسف، تعود لمحمد أوتارا لصلاح حسن. صلاح حسن وتغيير اللعب على اليسار. لا زالت هنالك الفرصة لكربلاء لتعديل النتيجة لأن الفارق هدف واحد، وهذه كرة تعود استمرارية اللعب. بعد ذلك لاعب مستلقي على أرضية الملعب، لاعب يشكو من إصابة. تكلم على نادي أربيل هذا الموسم لعب 29 مباراة، وهذه المباراة رقم 30. فاز 10 مباريات، تعادل 5 وخسر 14 مباراة. سجل 35 هدف واستقبل 48 هدف. هداف الفريق يوسف بن سودم شيركو كريم برصيد 8 أهداف، لكن يوسف بن سوده يمتلك برصيده 10 أهداف. سلامات لجيلان لقمان. هذه كرة تصل على الجهة اليمنى والانطلاق والسرعة، حرب السرعة، وبعد ذلك الكرة تغادر إلى رمية جانبية الآن على التنفيذ. كرة تصل هذه اللحظات وبانتظار كربلاء. هذه تنفذ على اليمين عبد القادر عبودي، بعد ذلك لعبد القادر الاستمرار، لكن الإبعاد الموجود الحاضر بهذه اللحظات عملية البحث عن المرتدة للكاميروني فرانك سيدريك، لكن هنا فرانك سيدريك والكرة إلى خارج الملعب لمصلحة كربلاء. دقيقة 53 نتيجة 1-0 لمصلحة أربيل بهدف جيلان لقمان بالدقيقة 10 من شوط المباراة الأول. تعود الكرة الآن المغربي كريم بن عريف، عملية تغيير اللعب على الجهة اليمنى، لكن الكرة اصطدت وغيرت مسارها وتعود بعد ذلك على اليسار. الانطلاق الآن الصراع البدني، ومرت على هيليو مونتيرو البرازيلي. تعود الكرة لمصلحة كربلاء. دوران من عبد القادر طارق، تمريرة سريعة من الجهة اليمنى، تمريرة فكرتها ذكية لكنها إلى خارج الملعب. مرت الكرة باللقطة الماضية، وبعد ذلك إيجاد المساحات وإيجاد الحلول. كل يبحث بأن يقدم مباراة كبيرة، لكن هذه تمريرة مرت إلى خارج الملعب. وهذا هو حسن حمزة، شاهد بالإعادة أحمد الوجيه وفرانك سيدريك اليمني والكاميروني في لقطة طالب من خلالها فرانك سيدريك، لكن هنا استئناف اللعب. تصل على اليسار رأسية، عملية لعب الكرة بصورة سريعة لكنها تعود المرور لم يكتمل مرة أخرى. عودة للخط الدفاعي محمد أوتارا بهذه اللحظات. ننتظر ونشاهد الدقيقة 54 كربلاء وأربيل، هدف مقابل لا شيء. أزال الكثير والكثير. العميد الكربلائي سيبحث بكل الطرق، وأربيل سيحاول من أجل هدف ثاني. تصل الكرة الآن، هذا صلاح حسن يتركها لكريم بن عريف، بعد ذلك نقل الكرة لمحمد سعد، وبعد ذلك لحارس المرمى زين العابدي. هنا البحث عن الوصول، وبعد ذلك الكرة للخط الدفاعي. الشوط الثاني الاستحواذ لكربلاء، لكن الوصول لحارس المرمى دلوفان. هذه لمسة، هذه كرة، هذه محاولة. كربلاء تصويبة، اصطدت، دربكة، سرعة ومتابعة. الحكم مهند منافي يقول لك العب، لكن الكرة تعود ولا زالت المحاولة قائمة. كريم بن عريف، فرصة هذه، لكن على اليسار الأقرب مصطفى قابيل. هي كرة سريعة بهذا التوقيت من اليسار، إيجاد المساحات، إيجاد الحلول. مصطفى قابيل، السرعة موجودة، لكن الكثرة تتفوق على المهارة والصافرة والمخالفة. صافرة ومخالفة بهذه اللحظات. أكثر لاعبين تسجيلا للأهداف لنادي أربيل هو يوسف بن سودة ب10 أهداف، وبعد شيركو كريم
قائد الفريق اللي على دكة البدلاء برصيد 8 أهداف. أما لكربلاء عبد الله حسون سجل 6 أهداف، وعبد القادر طارق سجل 4 أهداف. إذن هنا الإعادة اللي طالب من خلالها مشتاق طالب بركلة جزاء، لكن الحكم مهند مناف يؤكد استمرارية اللعب بهذه اللحظات. الكرة تعود زين العابدين نصيف، تمريرة من الجهة اليمنى، مباراة جميلة رغم فيها هدف واحد حتى اللحظة، لكن الفرص كانت موجودة، الوصول لأكثر من مرة بالنسبة لأربيل، وأيضا كربلاء وصلوا قبل نهاية شوط المباراة الأول بالدقيقة 47، لكن الفرصة ضاعت. بعد ذلك الآن البحث، كل البحث من جانب الطرفين، الفريقين يريدون أن يسجلون الأهداف، فريق يطمح لتعديل النتيجة والفريق الآخر يطمح لتسجيل هدف ثاني من أجل الاطمئنان والراحة التامة. هذا ما يريده سمير بابو مدرب نادي أربيل. أيضا الكرة إلى رمية جانبية على التنفيذ لكربلاء، الاستلام الجميل، الكرة لا زالت من اليمين، تحضير لكريم بن عريف، مرور، لكن الكرة اصطدت ولا زالت لم تغادر. الآن غادرت إلى رمية جانبية، تدخل هاليسون البرازيلي، وهذا هو كريم بن عريف المغربي اللي سبق ولعب لنادي النجف. على التنفيذ الآن كريم، تمريرة خذ وهات، إيجاد الحلول، هذه بعيدة يا عبد الله حسون، بعيدة الكرة من عبد الله حسون، غادرت من خلالها إلى خارج الملعب. هذا اللي أمامك بالصورة هداف الفريق عبد الله حسون، 6 أهداف، سجل بمرمى ادهوك هدفين، ومرمى النجف 3 أهداف، مستوى الإياب هدفين سجل بمرمى النجف، وأيضا سجل بمرمى نفط ميسان. على التنفيذ لوفان مهدي، والكرة على اليسار، السرعة الحاضرة من أجل إيجاد المساحات، وهذه الكرة اللي تصل لكربلاء وممكن فرصة لتعديل النتيجة لكربلاء. تسديدة قوية اصطدت في اللقطة الماضية، ولا زال كربلاء يطمح ويبحث عن هدف التعادل. هذه كرة تعود محمد أوتارا، ونقل اللعب على الجهة اليمنى، إيجاد المساحات، إيجاد الحلول، شوف التمريرات، تبادل تمريرات ممتاز، ونقلة لا زالت هذه لكربلاء، هذه فرصة للعميد، لكن تراجع ولا زال يبحث عن مساندة، يبحث عن حلول. تمريرة عادت عبد الله حسون، الفكرة جميلة، لكن الكرة اصطدت وتعود بعد ذلك هنا لكربلاء. استعادة اللعب، لا زالت تسديدة قوية، لكن على مرتين لوفان مهدي يتصدى لهذه الكرة القوية على مرتين، الأولى والثانية، وبعد ذلك ضغط عالي، ضغط رهيب. كربلاء يدخل بالشوط الثاني بأداء مختلف، هكذا هي خيارات ولمسات المدرب عباس عطية. الكرة من الجهة اليمنى الآن، البحث عن هدف ثاني بالنسبة لأربيل، 5 تسديدات لأربيل مقابل 4 لكربلاء. الكرة تصل على الجهة اليسرى الرأسية وإبعاد الخطر، وبعد ذلك الكرة تعود بمنتصف الملعب لمصلحة كربلاء. تبادل الكرات، إيجاد المساحات، إيجاد الحلول، كرة ذكية لكن إبعادها ولا أروع. هذه اللقطة تكلم عن المدافعين، يجب أن يكون لديهم ردة فعل عالية. والكرة تعود عن طريق هيليو مونتيرو، أسامة رشيد الآن، أسامة إلى هيليو مونتيرو البرازيلي، يختار العودة لأسامة مرة أخرى، تبادل التمريرات وإيجاد الحلول، وهذه كرة لكن تعود لا زالت لأربيل، نقلة سريعة، فرانك سيدريك، والتسديدة إلى خارج الملعب. الكاميروني يجرب حظه من هذه المسافة، فرانك سيدريك، لكن كرة تمرت إلى خارج الملعب. شوفها بالإعادة، سددها بصورة قوية لكنها إلى خارج الملعب. كرة أرضية كانت، هذه هي الفرصة اللي قدمها نادي كربلاء، لكن على مرتين. لوفان مهدي هو من تصدى للكرة، تعود الآن هذه انطلاقة. كريم بن عريف يبحث عن الحلول، يختار العودة الآن، تبادل الكرات على الطرف الأيسر بالنسبة لكربلاء. أحمد الوجيه، تمريرة من اليسار، لا زالت محاولة قائمة لكربلاء، الوصول على الأطراف والبحث عن التسديدات. هذا عبد الله حسون، هي كراته، لكن تعود الكرة على اليسار. أحمد الوجيه اليمني يبحث، لكن الكرة مرت
إلى خارج الملعب. جيلان لقمان يسقط على الأرض ويطالب بالصافرة. سلامات يا جيلان، سلامات لجيلان لقمان صاحب الهدف الوحيد بهذه المباراة. نشاهد بالإعادة، هو من أراد المخالفة لكن حكم المباراة مهند مناف. ماذا سيقرر بهذه الحالة؟ هذه أربيل اللي شارك بدوري أبطال العرب في عام 2008، أيضا شارك بدوري أبطال آسيا. كما ذكرنا لكم أفضل إنجازات الفريق تحقيق الدوري العراقي 4 مرات. هنا البطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء، لكن على من هذه البطاقة يا سيدي الحكم؟ أحمد الوجيه اليمني يتلقى البطاقة الصفراء. هذا اللي أمامك بالصورة أحمد الوجيه، بطاقة صفراء شارها مهند مناف بهذه اللحظات، ولا زلنا ننتظر ونشاهد. حديث لا زال، هل لو فائق قائد الفريق قائد نادي أربيل؟ وماذا سيقول حكم المباراة مهند مناف؟ سيذهب للفار، سيذهب لتقنية الفيديو للمرة الثانية بالمباراة بعد لقطة الهدف. الآن تشيكينج ريد كارد، مراجعة البطاقة الحمراء. لكن ماذا حصل يا مهند مناف؟ جيلان لقمان أمامك بالصورة صاحب الهدف الوحيد. نشاهد ما هو قرار الحكم مهند مناف. سيذهب لغرفة الفار أو لشاشة تقنية الفار، وماذا سيؤكد؟ ماذا سيقرر؟ يشاهدها بتركيز عالي. ماذا حصل وماذا جرى؟ هو من يشاهد. مهند مناف حكم اللقاء. ماذا سيقرر مهند مناف؟ ماذا سيقرر مهند؟ بطاقة حمراء لصاحب الهدف الوحيد باللقاء جيلان لقمان. ريد كارد. الآن أربيل يفقد ضلع من أضلع المهمة بالمباراة. جيلان لقمان اللي سجل هدف باللقاء وبعد ذلك سجل هدف لكن ألغي لأن كانت هنالك مخالفة لكربلاء. كل الهدفين كانت بتسديدة قوية، لكن الآن الحكم مهند مناف تلقى أو قدم البطاقة الحمراء لجيلان لقمان بسبب هذه اللقطة على ما يبدو. نعم بسبب هذه اللقطة. هنالك غرفة فار وهنالك طاقم تحكيمي موجود يركز بكل التفاصيل. إذن بطاقة حمراء هو يرفض الخروج. جيلان لقمان أعصاب توتر. جيلان بحديث لن ينفع الحديث. بعد ذلك خرجت البطاقة وانتهى الأمر. الحديث لن ينفع يا جيلان لقمان. إذن بطاقة حمراء لجيلان اللقمان. سمير بابو وفقدان أحد الأضلع المهمة بالنسبة لنادي أربيل. هل ينفع الحديث يا جيلان؟ لا، لن ينفع الحديث. خرجت البطاقة بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وبعد ذلك الآن سيلعب أربيل منقوص العدد ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب جيلان لقمان بقرار من الحكم مهند مناف. إذن هدف مقابل لا شيء حتى اللحظة. جيلان لقمان يغادر بالبطاقة الحمراء ولحظات ونعود لاستئناف اللعب. الأعصاب والتوتر، لكن هكذا حالات تحصل. البطاقات الحمراء والصفراء جزء من كرة القدم، يجب عليك ضبط الأعصاب والسيطرة والهدوء. إذن توقفت المباراة أكثر من دقيقتين بسبب البطاقة، والحديث لا زال قائم بهذه اللحظات بملعب كربلاء الدولي. جيلان لقمان حديث غير راضي تماما على طرد جيلان، لكن بالأخير خرجت البطاقة. لن ينفع الحديث ولن ينفع الكلام. إذن لحظات لاستئناف هذه المباراة.
جيلان لقمان يغادر البطاقة الحمراء، والكرة إلى رمية جانبية لمصلحة اليمني أحمد الوجيه. أحمد الوجيه استئناف اللعب، كرة تنفذ من اليسار، هذه المحاولة لكن عملية قطع الكرة من روى يوسف. روى بعد ذلك تشتيت الخطر وإبعادها إلى الجهة المقابلة. محمد أوتارا، هل يستغل كربلاء النقص العددي لأربيل اللي يلعب ب10 لاعبين ويعود ويسجل هدف التعادل، أو ممكن يقلب الطاولة، أو يكون لأربيل كلام آخر يبقى محافظ على تقدمه؟ كل شيء وارد، كل شيء وارد. هكذا هي كرة القدم، الكرة تعود من اليسار، انطلاق الآن، مهارة فردية، عملية السقوط، لكن الحكم قريب يقول لك العب. فرانك سيدريك، فرانك سيدريك، تمريرة من هيليو مونتيرو على اليمين، البحث عن كرة بعيدة لكن بإمكانه فرانك سيدريك. السرعة من الغزال الكاميروني اللي ينتظر الحلول والمساحات. كرة تعود من اليمين لكنها غادرت إلى خارج الملعب. رمية جانبية، رمية تماس لمصلحة أربيل. قدم مباراة كبيرة اليوم فرانك سيدريك، يعود للمنتصف لبناء اللعب. حديث من المدرب عباس عطية، هنالك تغيير قادم على ما يبدو. نعم، تغيير قادم الآن. سيبحث عباس عطية عن الحلول الهجومية لاستغلال النقص العددي، لكن أربيل مع النقص ممكن يسجل هدف ثاني. هذه كرة تعود الآن لكريم بن عريف، عملية تغيير اللعب من الجهة المقابلة. بعد ذلك الكرة من اليمين، البحث عن عبد الله حسون والانطلاق الآن، تمريرة سريعة، عبودي اللي يمرر، لكن الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. هنالك تغيير قادم لكربلاء. نور المصطفى هو التغيير القادم. نعم، يغادر حسن حمزة ويشارك نور المصطفى. غانم يشارك هنا بتغيير من المدرب عباس عطية. نور المصطفى غانم اللي يمتلك برصيده هدف واحد امام نادي زاخة، هو من سجل هدف الفوز. هنا خطفها وانطلاقا نحو الامام لاربيل، ممكن هدف ثاني لاربيل من اليمين، تسديده، جول 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 جول. مصطفى قابيل يسجل ثاني اهداف اربيل. الله الله الله، القلعة الصفراء تعود مرة أخرى لتضيء المصابيح للوصول إلى طريق النور بعيدا عن الظلام. خطفها مصطفى قابيل، انطلق مصطفى قابيل، خلق المساحة لنفسه، وبعد ذلك هوب سجل هدف ثاني رغم الطرد، رغم النقص العددي. أربيل يسجل ثاني أهداف اللقاء، وأي هدف وأي مرور وأي تسديدة. الله 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 يا مصطفى يا قابيل، شوف كيف خلق مساحة لنفسه، خلاها من اليمين، بعد ذلك صوبها بصورة قوية، ومن خلالها سجل ثاني أهداف نادي أربيل. ايضا هدفين مقابل لا شيء مع النقص العددي سجل اربيل، وبانتظار اي ردة فعل لنادي كربلاء. الكرة تعود الان، فرانك سيدريك تحصل على مخالفة بهذه اللحظات. فرانك سيدريك، سلامات للكاميروني. فرانك دقيقة 70، 20 دقيقة متبقي، نشاهد بالإعادة تدخل بهذه اللحظات ومباراة الأهداف الجميلة. صراحة خلينا نسميها بمباراة الأهداف الجميلة. جيلان لقمان سجل هدف صاروخي بالدقيقة 10، وبعد ذلك سجل هدف ثاني لكن ألغي لأن كان هنالك مخالفة. والآن يسجل مصطفى قابيل ثاني أهداف اللقاء، هدفين مقابل لا شيء. دخلنا للدقيقة 70، أربيل بالمركز 15 ما قبل المباراة برصيد 35 نقطة، لكن مع هذا الانتصار سيكون برصيده 38 نقطة. الكرة إلى خارج الملعب الآن، أربيل وكأنه انتعش بعد البطاقة الحمراء وخطف الكرة مصطفى قابيل وسجل هدف. أيضا التغيير اللي شاهدناه، نور المصطفى
والكرة تصل لأربيل. هذه انطلاقة، هذه محاولة، هذه تسديدة مستمرة تسديدات أربيل من كل المسافات، من كل الأماكن. إذن تغيير بالنسبة لأربيل. الآن التغيير بالنسبة لأربيل. إيفان خالد عندما أجرى كربلاء تغيير. الآن أيضا أربيل شاهد بالإعادة المرور الجميل. روى يوسف كان قريب أيضا من أن يسجل لنا هدف جميل. هي مباراة الأهداف الجميلة كما وصفناها ولا زالت لم تنتهي بعد. من الممكن أن نشاهد أهداف. هل يفعلها العميد الكربلائي؟ كرة من الجهة اليسرى الآن تعود للأخضر الكربلائي. تمريرات متبادلة. بعد ذلك روى يوسف يغادر. إيفان خالد هو من يشارك مع أربيل. هذه كرة لفرانك سيدريك يبحث عن المساحة، يبحث عن الحلول، لكن هنا الصافرة وهنا المخالفة اللي يؤكدها حكم المباراة مهند مناف. مخالفة بهذه اللحظات، مخالفة الآن. فرانك سيدريك أكثر اللاعبين أيضا اللي تحصل على مخالفات حتى اللحظة بهذه المباراة. يعود للمنتصف، يساند المهاجمين، وهذه كرة من الجهة اليسرى تنفذ لخالد كردغلي. خالد يلعب كرة سريعة السوري لمصلحة مصطفى قابيل صاحب الهدف الثاني. مصطفى قابيل محاصر، والكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب. رمية جانبية بهذه اللحظات، والكرة تنفذ على الجهة اليسرى أو بالمنتصف، منتصف الخط الدفاعي لمصلحة نادي كربلاء. محمد أوتارا، تمريرة لكريم بن عريف المغربي، عملية تغيير اللعب على الجهة اليمنى، البحث عن مساندة محمد، لكن مرت على محمد سعد. هذه تمريرة فرانك سيدريك بخارج القدم. جميلة التمريرة ولا أروع التمريرة. مصطفى قابيل ومهاراته، لكن مخالفة من اللاعب محمد سعد لمصلحة مصطفى قابيل. محمد سعد اللي أمامك بالصورة. هنا التدخل والصافرة والمخالفة اللي أكدها الحكم مهند مناف. مخالفة لأربيل، مخالفة لمصلحة نادي أربيل، وبانتظار عملية التنفيذ. هدفين مقابل لا شيء. زين العابدين الصيف يعطي التوجيهات بهذه اللحظات، كلام مع زملائه. هل له فائق على التنفيذ. شوف جمال ملعب كربلاء الدولي، لكن ينقص الجماهير. إذن الكرة تنفذ بهذه اللحظات لخالد كردغلي. عالية الكرة ملعوبة، لكن زين العابدين نصيف هو من يستلم هذه الكرة. ملعوبة الآن على الجهة المقابلة، الأقرب المدافع هيليو مونتيرو. هذا هيليسون اللي مرر لهيليو. كرة تصل سريعة الآن. مصطفى قابيل مزعج جدا بالنسبة للمدافعين. هذا اللاعب سريع ومهاري، بكل مرة يستلم الكرة يا أما يكسب مخالفة يا أما رمية جانبية. والآن مخالفة لمصطفى قابيل، مواجهة فردية بين محمد سعد ومصطفى قابيل. الكرة تصل على الجهة اليمنى، عملية البحث عن الحلول عن المساحات. هذا إيفان خالد، تمريرة جميلة ذكية وممكن هدف ثالث، لكن الكرة اصطدت ولا زالت بالنسبة لأربيل. إيفان البديل، إيفان خالد يبحث عن المساندة. تمريرة لهيليو مونتيرو. تعود الكرة على اليسار لمصلحة هاليسون. يردون السيطرة على الاستحواذ، والكرة بهذه اللحظات يعانون من النقص العددي. وهذه الكرة الآن تنفذ بهذه اللحظات على الجهة اليمنى. جولة 31 من منافسات دوري نجوم العراق، 5 مباريات اليوم تنطلق. وهذه كرة تعود لأسامة رشيد جانب المقابل بنفس التوقيت. زاخو على ملعبه يستضيف الزوراء، وحتى اللحظة نتيجة 0-0 دقيقة 75. وها هنا الكرة تعود بمنتصف الملعب، والكرة أرادها من بين الأقدام لكنها مرت، لكنها عادت. هذه لكربلاء، فرصة لا زالت للعميد الكربلائي. هذه انطلاقة، هذه محاولة، لكن الأقرب هنا السرعة، لكنها تصل على اليسار مرة أخرى.
إلى رمية جانبية على التنفيذ لكربلاء، تصل لكريم بن عريف. عملية تغيير اللعب على اليسار، أحمد الوجيه يمرر تمريرة سريعة. كربلاء لا زال يحاول، لا زال ينتظر، لا زال يطمح، لا زال يبحث. هذه كرة لكن دوران عبد القادر لأحمد الوجيه. عملية إرسال الكرة مرة أخرى، مرور ولا أروع هنا أمام اللاعب إيفان، والانطلاقة نحو الأمام. عبودي لكن مرت ربع ساعة متبقية على نهاية الوقت الأصلي، لكن المباراة وقفت بأكثر من مناسبة للذهاب لتقنية الفيديو. واحدة كانت بهدف الهدف الملغي لجيلان لقمان، وواحدة كانت بالبطاقة الحمراء اللي تعرض لها نفس اللاعب. كرة من اليسار لأربيل، هذه الانطلاقة، هذه العودة للخطوط الدفاعية. عملية تغيير اللعب عن طريق اللاعب هاليسون على الجهة اليمنى الآن، جاد المساحات وإيجاد الحلول. تمريرة تصل لإيفان وتبادل التمريرات بهذه اللحظات لأسامة رشيد. هدفين مقابل لا شيء، نوعا ما نتيجة مطمئنة لأربيل، لكن كربلاء يجب أن يبحث عن استغلال النقص العددي بعدما تعرض جيلان لقمان إلى البطاقة الحمراء. الكرة تصل الآن على اليسار لمصلحة هاليسون. عملية تغيير اللعب خالد، والتمريرة الأولى والثانية لكنها إلى خارج الملعب. تغييرات قادمة لمصلحة كربلاء. عباس عطية سيستخدم كل الأوراق المتاحة من أجل البحث عن فرصة لتعديل النتيجة أو تقليص النتيجة. هذه الكرة الآن فرانك سيدريك كما ذكرت لكم أكثر لاعب تحصل على مخالفات. هنا التغييرات هي خيارات المدرب عباس عطية، مشاركة اللاعب عباس فارس بالرقم 50، عبد الله حسون يغادر، عبد القادر طارق أيضا يغادر، أوس يشارك، أوس محمد وعباس فارس. هذه كرة من اليسار تصل بهذه اللحظات، تمريرة كانت عن طريق البرازيلي هيليو مونتيرو، لكن افتكاك الآن. هذا هو اللي شارك قبل لحظات برقم 50 عباس فارس، والكرة تعود إلى دولوفان يلعب كرة سريعة الآن بمنتصف الملعب. حاضرة الكرة إيفان خالد يلعب كرة سريعة، لكن محمد أوتارا هو الأقرب، والكرة على الجهة اليمنى لأربيل. فرانك سيدريك الكاميروني اللي يحاول عملية تغيير اللعب. مصطفى قابيل هيئ كرة سريعة الآن، هذا الاستلام، هذا التوغل، هذا الدوران عن طريق هيليو مونتيرو. تمريرة سريعة لكن عملية تغييرها لأسامة رشيد. أسامة يلعب كرة مرة أخرى. الآن الانتظار أربيل، وكأن لم يتأثر بالنقص العددي، لا زال يسيطر على الاستحواذ وسجل هدف بعد الطرد ويطمح لهدف ثالث. وهذه الكرة لإيفان خالد يخسر الكرة. كريم بن عريف هو من يستلم هذه الكرة، لكن صافرة ومخالفة يؤكدها مهند مناف لمصلحة نادي أربيل. معها بطاقة صفراء على اللاعب محمد سعد اللي أمامك بالصورة. نشاهد بالإعادة مصطفى قابيل، قلت لكم هي مواجهة ما بين الظهير والجناح. أيضا بطاقة لمحمد سعد ومخالفة لمصلحة نادي أربيل على التنفيذ بهذه اللحظات. يا من تشاهدون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي الجولة 31 ضمن منافسات دوري نجوم العراق. كربلاء اللي يستضيف أربيل متقدم بهدفين مقابل لا شيء. فرانك سيدريك، هل من الممكن أن يجرب حظه من هذا المكان؟ هل من الممكن أن يفعلها الكاميروني؟ لكن هنالك زين العابدين الصيف يتصدى. الكرة كانت سهلة صراحة، المسافة كانت بعيدة عليك يا فرانك سيدريك. هذه الكرة تصل الآن بهذه اللحظات، انطلاقة نحو الأمام، إيجاد المساحات
لكربلاء 10 دقائق أخيرا، وهنا المساحة وهنا قطع الكرة وهنا الصراع، لكن تعود مرة أخرى مصطفى قابيل وتشتيت الخطر. فرانك سيدريك أمام محمد أوتارا، عودة مرة أخرى، محاولة مرة أخرى للعميد للكربلائي، نقلة بعيدة هذه لكن استطاع باللحاق بها ويتحصل على رمية جانبية. اللاعب عباس فارس هذا الصغير السريع، حديث من خالد كردغلي أمام اللاعب عباس فارس. عباس فارس سلامات سلامات، هل بإمكان المتابعة؟ مصطفى قابيل، حديث لا زال ما بين أيضا لاعب نادي كربلاء عملية الاطمئنان، الروح الرياضية العالية الموجودة بهذا اللقاء. أيضا نشاهد لقطة جميلة كانت من مصطفى راضي، هنا تغيير شيركو، كريم يشارك ثاني هدافين أربيل برصيده 8 أهداف، سجل على كربلاء وعلى ديالى وعلى الزوراء ونفط ميسان، وسجل على الكهرباء. هذه الكرة الآن أيضا من الجهة اليمنى لكربلاء، الرأسية ضاعت لكن لا زالت المحاولة، وبعد ذلك تعود تسديدة إلى خارج الملعب. لوفان مهدي بحديث مع الخط الدفاعي، تسديدة هذه الكرة الماضية من مسافة بعيدة نوعا ما تعتبر للبديل اللي أمامك بالصورة نور المصطفى. نور المصطفى غانم برصيده هدف واحد بمرمى زاخو، هو من أتى بالثلاث نقاط ضد زاخو، انتهت 1-0، هو اللي سجل الهدف نور المصطفى غانم. إذن لوفان مهدي على التنفيذ. ملعوبة الكرة سريعة بهذه اللحظات، مرة أخرى رأسية لفرانك سيدريك، لكن لمسة يد واضحة وأكدها حكم اللقاء. أكدها حكم اللقاء. اللحظات تمر، الثواني تمر، ولا زال أربيل متقدم على كربلاء بهدفين مقابل لا شيء. الكرة الآن تنفذ بصورة سريعة، دوران مع الكرة، يختار العودة. لاعبين ممزوجين ما بين الخبرة والشباب، لاعبين كربلاء ممتازين لكن يحتاجون شوية تركيز بالعمق الهجومي. هذه الكرة تنفذ الآن على اليسار، محمد أوتارا يلعبها من اليسار، إيجاد المساحات. شوف لاعبين أربيل يعودون من أجل التغطية الدفاعية، دلوفان مهدي هو من يستطيع أو من مسك الكرة باللقطة الماضية. كريم بن عريف المغربي اللي صراحة أيضا قدم مباراة كبيرة اليوم، لكن لا زالت النتيجة كما هو الحال، هدفين مقابل لا شيء. الكرة تصل الآن سريعة بهذا التوقيت، الاستلام، الدوران ممتازة جميلة بالكعب، لكن تأخر باللقطة الماضية اللاعب نور المصطفى. تعود لفرانك سيدريك، فقد التوازن الكاميروني وسقط أرضا، والكرة تعود الآن لمصلحة عباس فارس. عباس، الله 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 الله، التمريرة بوحدها هدف، لكن رائع والتسلل بهذه اللحظات. تمريرة ذكية جميلة بالمليمتر، لكنها طالت على مشتاق طالب باللقطة الماضية. شوف تمريرة الرائعة، لكن التسلل الموجود. عباس فارس هو من مرر هذه التمريرة الرائعة. أيضا كريم بن عريف يغادر بهذه اللحظات. كريم بن عريف يترك مكانه لعباس خالد. عباس خالد تغيير آخر يضاف ضمن تغييرات عباس عطية مدرب نادي كربلاء. الكرة تصل الآن لأربيل. هاليسون يلعب كرة سريعة، 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. كم دقيقة سيضيف حكم المباراة مهند مناف؟ وقفت المباراة، لكن هنا لكربلاء تمريرة سريعة، مرور جميل، ممكن هدف تقليص النتيجة لكربلاء. هذه أوه كانت قريبة التسديدة الماضية من مصطفى راضي هو من بدأ الهجمة من منتصف، مرر أولى وثانية، تسديدة يسارية ذكية فكرتها لكن إلى خارج الملعب. مصطفى راضي يملك برصيده هدف واحد ضد نادي الزوراء، يندب حظه، يلوم نفسه بهذه اللحظات.
والكرة تعود. فرانك سيدريك ولكن اعتلت وإلى الخط الدفاعي. هذا هو صلاح حسن. صلاح تغيير اللاعب على اليسار، استلامها بهذه اللحظات والكرة تصل من اليسار. الانتظار، كل الانتظار لهدف تقليص النتيجة يبحث عنه العميد الكربلائي، وهنا صافرة أو ماذا؟ استمرارية اللعب. الحكم يقول لك العب، حكم المباراة يطالب باستئناف اللعب، والكرة تعود الآن على الجهة اليسرى. الانطلاق نحو الأمام لمصلحة كربلاء، والرأسية والإبعاد. الرأسية والإبعاد. الانطلاق الآن، الانطلاق الآن، تراجع إلى الخلف، سيطرة واستحواذ على الكرة لأربيل، تبادل الكرات، لكن مرت هذه فرصة لكربلاء، فرصة للعميد، للعميد. الله 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 الله، العارضة تقف أمام كربلاء. أي تسديدة قوية جميلة باللقطة الماضية، ولا زالت المحاولة، لا زالت قائمة. هنا الصافرة وهنا المخالفة. خلينا نشوفها يا مخرج، خلينا نشوفها يا مخرج. هذه التسديدة الجميلة، لكن العارضة شوف المرور. لا، هذه المخالفة، هذه المخالفة. قبلها لقطة التسديد بكرة يسارية جميلة، لكن العارضة هي كانت بالمرصاد لكرة أوس محمد البديل اللي شارك قبل دقائق قليلة. هذه مخالفة قريبة، هل يستغلها العميد الكربلائي؟ هل يفعلها؟ هنالك تغيير قادم لأربيل، تغييرات قادمة. فرانك سيدريك يترك مكانه، فرانك سيدريك يغادر. هنا تغييرات في آخر اللحظات، سيشارك نياز محمد بديلا عن أسامة رشيد. نياز، وهنا الكرة لكربلاء. سيفين هو من شارك بديلا عن فرانك سيدريك. سيفين هذا بانتظار الصافرة. هذه كرة لمصلحة كربلاء على التنفيذ. أوس محمد اليساري المتخصص، والكرة لا زالت لكربلاء داخل منطقة الجزاء. عالية عالية عالية، أوه ضغط عالي من أبناء كربلاء. من اليسار الآن تصل الوجيه، عملية تغيير اللعب، إياك من المرتدات، الأخطاء ممنوعة، والكرة فيها صافرة ومخالفة يؤكدها الحكم مهند مناف. مخالفة الآن، مخالفة لمصطفى راضي، سريعة الاستلام. هذا هو أوس محمد، لاعب ممتاز، أعطى فعالية هجومية، تنشيط للفريق بعد المشاركة. هذه الكرة الآن تعود بمنتصف الملعب، إيجاد المساحات، إيجاد الحلول. هذه الكرة لكن مستخلصة، تعود مرة أخرى لمصلحة أربيل على اليمين. عالية الكرة، البحث عن الحلول والمساحات بعدما غادر فرانك سيدريك، شارك من هنالك سيفين. تعود الكرة الآن على اليمين لمصلحة كربلاء. عباس فارس، تغييرات اللي أجراها عباس عطية تغييرات ممتازة، لاعبين شباب يمتلكون لياقة بدنية عالية، لكن على ما يبدو الوقت هل يكون بصالحهم؟ أربيل اللي يلعب منقوص العدد لا زال متقدم بفارق هدفين ويدافع بصورة ممتازة. والكرة من اليسار الآن، هذه انطلاقة نحو الأمام، لكن يختار محمد أوتارا أن يمرر لصلاح حسن. تغيير اللعب لمحمد سعد من الجهة اليمنى. محمد سعد، استلام لكربلاء، مرور جميل. أوه الله 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 الله، ضاعت بصورة غريبة وعجيبة على كربلاء يا أحمد الوجيه. فرصة لتقليص النتيجة مرت بصورة غريبة وعجيبة. خلينا نشوفها بالإعادة. شوف المجهود الجميل والتمريرة ولا أروع، لكن أحمد الوجيه لم يستغل هذه التمريرة من مصطفى راضي أعطاه كرة على طبق من ذهب، لكن الكرة اعتلت العارضة وإلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة، والآن الانتظار. أحمد الوجيه كان قريب من تسجيل هدف تقليص النتيجة، والوقت الأصلي انتهى. بطاقة صفراء على الحارس دلوفان مهدي على ما أعتقد بداعي تأخير الوقت،
حكم المباراة هو الأقرب. أيضا مباراة فيها كثير من البطاقات، أكثر من 5 بطاقات صفراء وواحدة حمراء كانت على اللاعب جيلان لقمان صاحب الهدف الأول. 7 دقائق يا من تشاهدون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، 7 دقائق وقت بدل ضائع لنهاية هذه المباراة. قمة مليئة بالإثارة. شوف هذه التسديدة الجميلة الرائعة اللي اصطدت بالعارضة وكانوا قريبين كربلاء من هدف تقليص النتيجة. مباراة فيها هجمات، فيها هدفين من أروع ما يكون سجلها أربيل. هنا فرصة للعميد، فرصة لكربلاء، فرصة 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 لا زالت، لكن الكرة من اليسار الآن تعود مرة أخرى. فاعلية هجومية نوعا ما متأخرة لكربلاء، لكنهم قدموا شوط ثاني مختلف صراحة. الكرة تعود الآن على الجهة اليمنى. 7 بطاقات صفراء بالمباراة، 4 على أربيل، 3 على كربلاء، وبطاقة حمراء كانت على جيلان. هذه انطلاقة، هذه محاولة، هذه مساحة، هذه تمريرة لمصلحة نادي كربلاء، البحث عن مساندة، البحث عن تسديدة من بعيد، لكنها تمر إلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة عن طريق اللاعب عباس فارس بالرقم 50، لوفان مهدي اللي أمامك بالصورة، عباس فارس برقم 50، ها هنا برقم 29 عباس خالد. هذه الكرة تنفذ لكربلاء لكن اصطدت وعادت. هل يسدد من هذا المكان؟ لكن الكرة تعود، ممكن مشروع مرتدة، لكن تمريرة خاطئة تعود لكربلاء، تعود للعميد. الفكرة جميلة لكن الكرة ضعيفة كانت، ومرة أخرى على اليسار لمصلحة نادي أربيل. عملية إخراج الكرة هذا ما يكون من العناصر الإيجابية لنادي أربيل، عملية إخراج الكرة من الخطوط الدفاعية بصورة ممتازة، تفاهم ما بين الخطوط الدفاع. وها هنا الكرة العالية الرأسية الممتازة، إيفان زاد بالسرعة. ها هنا الانطلاقة وممكن هدف ثالث، ممكن لأربيل. القلعة الصفراء الثالث. هذه مرت. هل لو فاق بعد مرتدة سريعة جميلة بداها إيفان خالد. وها هنا الانطلاقة، ها هنا الفرصة، اللمة الجميلة واليسارية مرت إلى خارج الملعب. تعود الكرة، هذه المرة شاهدناها غادرت. وها هنا الكرة تعود 5 دقائق متبقية أو 4 دقائق على صافرة الحكم مهند مناف. تعود الكرة بالمنتصف لمحمد أوتارا. صلاح حسن، تغيير اللاعب لمحمد سعد يلعبها بصورة سريعة. هذه الكرة العالية لكنها مرت. صراحة اللاعب مصطفى راضي يقدم تمريرات مميزة للخط الهجومي. ها هنا الانطلاقة، ها هنا المساحة بالكعب، الكرة من خالد لكن تعود الكرة كانت على مستوى الكعب من خالد كردغلي. وهذه الكرة من اليسار الآن، دوران 1 على 1 إيفان والمخالفة. تعود الآن لحظات الأخيرة، قريبين أربيل من خطف 3 نقاط على حساب كربلاء، إلا إذا حصلت المفاجأة. كل شيء وارد. هذه كرة قدم كربلاء. الله 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 الله. كيف ضاعت وكيف مرت. عملية الدخول بمهارة جميلة من أوس محمد، قدم كل شيء لكن الكرة رفضت أن تدخل. اللاعب أوس محمد ممتاز بهذه اللحظات، وكرة تصل لكربلاء. هذه التسديدة لكنها اصطدت، والإبعاد الآن اللحظات الصعبة، اللحظات اللي يعيشها كربلاء. ها هنا الدخول لكن الحكم يقول لك العب. استمرارية اللعب، انطلاقة نحو الأمام، إيجاد الحلول، لكن كرة مقطوعة لكربلاء. لمسة من اليسار تعود بمنتصف الملعب، وبعد ذلك الاستلام عن طريق اللاعب صلاح حسن اللي يستلم هذه الكرة بهذه اللحظات. محمد سعد، تمريرة سريعة لهذا السريع، لهذا المهاري عباس فارس يتركها الآن من بعيد لكن اصطدت
هذه الكرة وبعد ذلك تعود لمحمد سعد، عالية الكرة، رأسية موجودة وتشديد الخطر بكرة مقصية جميلة. نشاهد بالإعادة ماذا حصل. محمد أوتارا كان يريد المخالفة باللقطة الماضية. آخر دقيقتين على نهاية هذه القمة، أربيل بهدفين، كربلاء لا شيء. فريقين قدموا أداء ممتاز صراحة، لكن الفاعلية الهجومية لأربيل كانت بصورة أكبر. وها هنا التمريرة لكن عادت بعد ذلك على الجهة اليسرى بعدما قدم التغييرات المدرب عباس عطية. تنشط الفريق وقدم شوط ثاني مختلف صراحة، رغم النقص العددي أربيل أيضا يحسب للمدافعين لأنهم متمركزين بصورة ممتازة. لكن هنا آخر دقيقة خلاص حسم الأمر. 3 نقاط ذهبت إلى شمال العراق، إلى أربيل من قلب ملعب كربلاء الدولي. تعود الكرة الآن، هذه تمريرة وهذه نقلة، لكن مرت على شيركو كريم. هذه لمسة لكربلاء، للعميد الكربلائي. هذه نقلة لا زالت داخل منطقة الجزاء. يحاول عباس فارس، لكن الكرة مرت وتعود الكرة الآن للبرازيلي هيليو أو هاليسون يمرر. تمريرة سريعة تصل بهذه اللحظات. 30 ثانية على نهاية الأحداث. يا من تتابعون عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، هذه المباراة القمة لحساب الجولة 31. ها هنا الكرة والأقرب. ماذا هناك مخالفة على ما يبدو. نعم، ضربة حرة لكربلاء هي الأخيرة. سلامات يا محمد أوتارا. نشاهد بالإعادة محمد أوتارا والمخالفة اللي أكدها حكم المباراة على اللاعب عمر جنكي. أيضا ضربة حرة هي الأخيرة باللقاء. هل يفعلها كربلاء ويسجل هدف التقليص من ضربة حرة مباشرة؟ كل شيء ممكن. خلينا نشوف دلوفان مهدي يعطي التوجيهات. نظرات وآهات وحسرات الكادر التدريبي لنادي كربلاء بقيادة عباس عطية لقدم هذه المباراة الخامسة. أيضا آخر كرات اللقاء على التنفيذ نور المصطفى أو من. خلينا ننتظر صافرة التنفيذ. وهذه ضربة حرة لكربلاء لكنها مرت واعتلت إلى خارج الملعب. مرت هذه الكرة ومعها صافرة النهاية يطلقها مهند مناف للإعلان عن نهاية هذه المباراة. مبارك لنادي أربيل، هارد لك للعميد الكربلائي. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي. نلتقي بمواعيد أخرى. أرجو أن أكون وفقت بالتعليق على هذه المباراة. تقبلوا تحياتي المعلق حسين سمير وإلى اللقاء.